طوال 3 سنوات اعتقد ويست أنه زوجي. أنا الابن الكبرى للدائرة الذهبية، حتى رجالي نادوه دائما بالصهري الكبير. كان يكره الرسميات دائما ويطلب منهم التخلي عن الألقاب، لكنهم رفضوا ذلك بعناد في كل مرة. كذبتي المثالية استمرت حتى اليوم الذي ذهب فيه لاستبدال وثيقة زواجنا. لم أكن هناك، لكن الموظفة سخرت منه حتما. أخبرته بالحقيقة القاسية: السيد جو، هذه الوثيقة مزيفة تماما، الختم مزور، وأنت أعزب قانونيا. تلك الكلمات العابرة جعلته مشلولا تماما في مكانه. كان يريد فقط استخراج وثيقة بديلة. لم يستطع التصديق، ظن أنني وهو شيرين تزوجنا رسميا في ذلك المكان قبل 3 سنوات. توسل إليها أن تتحقق من الأمر مجددا. فعلت ذلك وتغيرت ملامح وجهها بغرابة النظام. أكد أنه أعزب تماما، بينما أنا شيرين متزوجة بالفعل. ارتجف صوته وهو يسأل عن اسم زوجي الحقيقي، وكانت الإجابة هي جيك. أمسك بالكرسي خلفه بقوة، وبالكاد استطاع الوقوف على قدميه. أي أمل في وجود خطأ في النظام تلاشى تماما. سماع اسم جيك حطم كل أوهامه في ثانية واحدة. الجميع كان يعلم أنني وويست حبيبان منذ الطفولة. كان حبي الأول، الفتى المثالي الذي كنت مهووسة به سرا طوال فترة شبابي بأكملها. جيك كان مجرد شخص وجدته. خلال عامي سفره للخارج بديل رخيص، لأنني اشتقت إلى ويست أكثر من اللازم. أمسك بتلك الورقة المزيفة وتعثر نحو سيارته في حالة ذهول تام، ثم اهتز هاتفه مرتين. ظهرت رسالتي الغافلة: حبيبي، لقد عقدت صفقة ضخمة، حتى أنني اشتريت الورود والزلابية المفضلة لديك. أريد فقط العودة مبكرا لرؤيتك. اشتقت إليك كثيرا. هل اشتقت إلي؟ حدق في رسالتي وانفجر ضاحكا ضحكة هستيرية حتى سالت الدموع على وجهه مباشرة. أثناء سفره للخارج كنت أتصل به عبر الفيديو يوميا وأعبر عن حبي الشديد له، لكن في يوم عودته ضبطني جالس بين ذراعي فتى آخر أقبله بشغف كبير. كان ذلك الفتى يشبهه بنسبة 70% باقة الورد التي أحضرها. وسقطت مباشرة على الأرض. استدار وابتعد طاردته كالمجنونة تماما. أبكي بين ذراعيه وأشرح له الأمر مرارا وتكرارا. ويست، الأمر ليس كما تظن. لقد اشتقت إليك بشدة لدرجة أنني اضطررت لإيجاد بديل. أقسمت أننا تبادلنا القبل والعناق فقط، لا شيء آخر. اعترفت بخطئي وصرخت بأنني أحبه حتى الجنون. وفي النهاية وقفت تحت المطر الغزير ل3 أيام، وأصبت بالتهاب رئوي حتى انهارت قواي تماما على الأرض. نقلت إلى المستشفى، وما زلت أرفض تركه حينها فقط لأن قلبه أخيرا وسامحني. عدت لمعاملته بشكل مثالي. لم يتوقع أبدا أن خيانتي الأولى ستولد خيانات لا حصر لها. تسامحه جعلني أكثر وقاحة، حتى أنني تزوجت جيك من وراء ظهره، وحولت الرجل الذي أحبني إلى أضحوكة كبيرة. عند وصوله إلى منطقة الفيلا كان قد خطط لخطوته التالية بالفعل. أخذ نفسا عميقا ومثقلا. قبل أن يفتح الباب مباشرة سمع صوتي. كنت أتحدث مع صديقة في غرفة المعيشة. شيرين، أنا لا أفهم حقا. سألت صديقتي: أنت تحبين ويست، فلماذا تزوجت من جيك رسميا في ذلك الوقت؟ بمعرفتك لشخصية ويست، ألا ترتعبين مما قد يفعله إذا اكتشف الأمر يوما ما؟ سيرحل ولن ينظر خلفه. صمتت لثانية وأظلمت عيناي. إذن لن أسمح له باكتشاف الأمر أبدا. استندت بتكاسل على الأريكة. كنت أعامل جيك كبديل مريح لا أكثر، لكن الآن لا يمكنني العيش بدون ويست، ولا يمكنني التخلي عن جيك أيضا. ويست سيكون زوجي الشرعي أمام الجميع. جيك سيبقى في الظل بلقب فقط، وماذا في ذلك؟ ويست مهووس بي، لن يجرؤ أبدا على تركي. في الخارج كان صيف يونيو حارقا، لكن عند الاستماع إلي تحولت روحه إلى جليد المرأة التي ضحى بكل شيء ليتزوجها. المرأة التي تخلى عن والديه لأجلها. لم أرغب يوما في الاختيار بين ألعوبتي. أردت أن أحتفظ بأحدهما كحب نقي وظاهر للجميع، والآخر كمتعة سرية في الخفاء. لقد أدرك حينها أنني كنت مرعوبة حقا من اكتشافه للحقيقة. وهنا بدأ كابوسي بهدوء تام. استدار وابتعد على الفور، وقام بفعل شيئين فقط. أولا، قدم طلبا لمحو كل أثر لهويته في البلاد، وثانيا قام بتغيير اسمه بالكامل. النظام سيمحو وجوده بالكامل في غضون 2 أسبوع فقط. بعد 2 أسبوع يمكنني البحث في السماء والأرض ولن أجده أبدا. وبينما كان يبتعد اهتز هاتفه بجنون. كل مكالماتي ورسائلي اليائسة تجاهلها جميعا دون استثناء. وبحلول الليل خطأ أخيرا إلى الداخل.
كنت أذرع غرفة المعيشة ذهابا وإيابا، وبمجرد رؤيته ركضت نحوه والذعر الخالص يحترق في عيني. حبيبي، أين كنت؟ صرخت بصوت عال. انتظرت لساعات وكدت أقلب المدينة بأكملها رأسا على عقب بحثا عنك. ذعري كان حقيقيا للغاية، ولكن خيانتي كانت كذلك أيضا. اكتفى بالتحديق عبري مباشرة. حدق بي، وربما كان قلبه يتحطم تحت وطأة يد خفية. كان الصمت خانقا بينما رفض الإجابة على سؤالي. أنا طبعت قبلة على خد ويست وحافظت على نبرة لطيفة. حسنا يا عزيزي، أنت قلت إنك تريد اللحم الحلو والحامض قبل يومين. دعني أذهب لأعده لك. حسنا. بعد أن قلت هذه الكلمات أفلت يده وتوجهت مباشرة نحو المطبخ. كان يقف عند الباب يراقبني بصمت. كانت أكمام قميصي مرفوعة وأصابعي تقطع الخضروات بمهارة شديدة وتناسق. ربما بدا مظهري لطيفا جدا تحت ذلك الضوء الأصفر الدافئ، لكن فجأة رن هاتفي بصوت عال. كان جيك على الطرف الآخر من الخط. صرخ بصوت عال ومرتعب: شارون، أنقذيني! هناك من استأجر مجموعة من البلطجية وقالوا إنهم سيقتلونني. تغيرت ملامح وجهي بشكل جذري. صرخت: ماذا قلت وأين أنت الآن؟ لكن المكالمة كانت قد انقطعت بالفعل. تبدلت تعابير وجهي. اتصلت به مجددا على الفور، لكنني لم أستطع الوصول إليه بعد الآن. نظرت فجأة إلى ويست وتحولت نظراتي من القلق إلى الشك ثم الغضب المكتوم. أين جيك؟ كان صوتي متوترا ولكنه لا يزال مقموعا. رأيت قلبه يعتصر بشدة. أدرك أنني لا أثق به أبدا. لم أكن بحاجة حتى إلى التحقيق لأنني اتخذت قراري بالفعل. قال ويست بصوت يرتجف تماما: أنت تشكين بي، هل تعتقدين حقا أنني من فعلت ذلك؟ سكت للحظة ثم قلت له: إنني لم أقل ذلك الأمر، فقط هو أن الوضع طارئ جدا الآن. لكنه لاحظ توتري الشديد وقال: مكالمة هاتفية واحدة منه وتصبحين متوترة إلى هذا الحد. ضحك ويست فجأة، لكن عينيه كانتا باردتين كالجليد. سألني: شارون، ما هي طبيعة علاقتك به بالضبط؟ عقدت حاجبي بشدة أكبر. أخبرته أن هذه مسألة حياة أو موت الآن، وأنه اختار هذه اللحظة بالذات ليشعر بالغيرة. غيرة كان صوته خفيفا مثل ريشة تلامس الأرض. هل تعتقدين حقا أن هذه مجرد غيرة؟ أخذت نفسا عميقا محاولة تخفيف حدة نبرتي. يا ويست، أنا وهو لا نملك أي شيء حقا، لكنه قد يكون في خطر الآن. فقط أخبرني أولا. إذا كنت أنت الفاعل. قاطعني ويست وكل كلمة يلفظها تجرح كالسكين. لم أكن أنا، وسأقول هذا لمرة واحدة وأخيرة فقط. قال: إنه لا يعرف مكانه ولم يرسل أحدا لإيذائه. حدقت فيه بصمة بينما أصبح القلق في عيني أكثر وضوحا من أي وقت مضى. مر الوقت دقيقة تلو الأخرى. ظل هاتف جيك خارج التغطية، وفي النهاية فقدت صبري تماما. أمسكت بمعصمه بحركة واحدة سريعة وبقوة شديدة كادت أن تسحق عظامه. قلت له: يا ويست، لقد أخبرتك أنني عاقبته بالفعل. لماذا لا تزال ترغب في قتل شخص بهذا الشكل؟ سيتعين عليك تحمل المسؤولية القانونية كاملة بنفسك. ليس لدي وقت لهراءك هذا. أخبرني أين جيك حقا؟ شحب وجهه من شدة الألم، لكنه كرر بعناد شديد أنه لا يعرف شيئا. مهما سألتني لن أعرف أبدا. كنت في تلك اللحظة غاضبة تماما وفقدت السيطرة على أعصابي. يا ويست، أتمنى حقا لو أنني لم ألتق بك أبدا. دفعته جانبا بعنف شديد فترنح لعدة خطوات إلى الوراء. اصطدم أسفل ظهره بقوة شديدة بزاوية الطاولة، واحتكت جبهته بالحافة الزخرفية الحادة لتتدفق الدماء على الفور وبغزارة. تعالت الصرخات من حولنا. صرخ أحدهم بأن السيد ويست مصابا، لكنني تصرفت وكأنني لم أسمع أي شيء أبدا. خرجت من المكان دون أن أنظر خلفي، وبدأت أجري المكالمات بينما أصرخ بالأوامر لفحص كاميرات المراقبة فورا. ابحثوا عن آخر موقع معروف لجيك. في تلك الأثناء أسند ويست نفسه على الطاولة ووقف ببطء والدم الدافئ ينزلق من جبهته. ربما لم يشعر بأي ألم جسدي مقارنة بعذاب تمزق قلبه من الداخل. كانت هذه الإصابة لا تعني له شيئا. حدق مباشرة في الاتجاه الذي غادرت منه، وفجأة بدأ يضحك بسخرية. كيف يمكنني أن أهتم لأمره بعد الآن؟ كان قلبي وعيناي الآن ممتلئين بجيك تماما كما كان ممتلئين به في الماضي. في هذه الأثناء كان هو على وشك العودة إلى غرفته ليعالج الجرح العميق بنفسه. لكن بعد خطوتين فقط صدر صوت تحطم مدو من خلفه. التفت ليرى اللوحة الذهبية المكتوب عليها: شارون تحب ويست إلى الأبد. ودائما وهي تسقط وتتحطم بقوة على الأرض
لقد انشطرت إلى نصفين. نظر ويست إلى تلك اللوحة وفجأة انفجر في الضحك واستمر يضحك حتى تساقطت دموعه بحرقة. لقد كان وعدي له بالحب إلى الأبد ودائما قصيرا جدا في النهاية. عالج الجرح على جبهته بصمت شديد، ثم بدأ في حزم أشيائه والتخلص مما يجب التخلص منه، ورمي ما يجب رميه، والتبرع بما يجب التبرع به. لكن حتى بينما كان يفرز كل شيء بدقة، أدرك أنه رغم زواجنا لمدة 3 سنوات فقط، إلا أن لدينا الكثير من الذكريات المشتركة. ولكن سواء كانت الساعة التي أهديته إياها، أو البطاقة التي كتبتها بخط يدي، أو ألبومات الصور التي التقطناها معا، أو أي شيء يتعلق بي، قام بتعبئة كل شيء في صناديق كرتونية في رحلات متتالية ليرميها في سلة المهملات بالأسفل. عندما انتهى من رمي الصندوق الأخير، حملت رياح الليل الثلج المتناثر عبر وجنتيه، وبينما كان يقف تحت ضوء الشارع شعر فجأة بمدى سخافة كل هذا. الذكريات التي كان يعتز بها كالجواهر الثمينة أصبحت الآن مجرد نفايات ملقاة في كومة قمامة. في اللحظة التي استدار فيها، تم إلقاء كيس من الخيش فجأة فوق رأسه دون سابق إنذار، وقبل أن يتمكن من المقاومة اخترق ألم حاد مؤخرة عنقه. تحول كل شيء إلى السواد المظلم، وفقد وعيه تماما في تلك اللحظة. عندما استيقظ ويست أخيرا، وجد نفسه لا يزال محاصرا داخل كيس الخيش، ويداه مقيدتان خلف ظهره وفمه، مكمم بإحكام شديد بقطعة قماش. من خلال الفجوات في الكيس تمكن من رؤيتي أنا وجيك جالسين على الأريكة المرتفعة ومحاطين بحراس شخصيين من كل جانب. أبلغني أحد الحراس باحترام قائلا: شارون، لقد قبضنا عليه. هذا هو زعيم البلطجية الذي تنمر على السيد جيك. أمسك جيك بيدي، وكان صوته يرتجف. همس جيك بأننا ربما يجب أن ننسى الأمر وأنه لم يتأذى حقا. ضحكت أنا ببرود شديد. هذا مستحيل على الإطلاق. لامست أصابعي وجه جيك بلطف بنبرة حنونة للغاية. لم أكن لأحتمل إيذاء ويست سابقا، لكنه تجرأ حقا على التنمر. عليك بهذه الوقاحة. كان علي أن ألقنه درسا قاسيا لكي لا يتجرأ على فعل ذلك مجددا. لم أتمكن من رؤية الحقيقة حينها. كنت عمياء تماما. كانت هذه مجرد مسرحية مريضة من إخراج جيك. لقد زيف تعرضه للضرب، ورشى بلطجية لاختطاف ويست، ولفق له تهمة التدبير. عليكم أن تفهموا كيف تلاعب بي. كل ذلك لأعذب الرجل الذي أحببته بصدق. كافح الرجل داخل الكيس بيأس شديد، محاولا مناداة اسمي، لكن مع تكميم فمه لم يصدر سوى أنين ضعيف ومثير للشفقة حقا. تنهد جيك بنعومة طالبا مني التساهل معه لأنه يعمل لصالح السيد غو. تحولت عيناي فجأة إلى جليد بارد وقاس. هذا مستحيل. أي شخص يجرؤ على التنمر على جيك سيتمنى الموت حتما. في الثانية التالية أمرت بسحبه مباشرة نحو المنصة العالية. أسفلنا كان يوجد مسبح يبلغ عمقه عشرات الأمتار. عكست المياه المتجمدة والقاتمة الأضواء الشاحبة من حولنا. راقبت ببرود بينما دفعوه من حافة المنصة وهو محاصر داخل ذلك الكيس ومقيد بحبل غليظ. تم إلقاؤه بقوة عنيفة. تناثرت المياه. لابد أن المياه المتجمدة غمرت كيسه على الفور. هذا الاصطدام الهائل وحده كان كفيلا بتحطيم أعضائه الداخلية، وكأنها ضربت بمطرقة ثقيلة. كانت المياه تندفع بجنون إلى أنفه وفمه لتخنقه تماما حتى تتلاشى رؤيته وتتحول إلى سواد حالك. لابد أن رئتيه شعرتا وكأنهما طعنتا بإبر لا حصر لها. هذا الألم الشديد أجبره على التكور غريزيا، متوسلا النجدة بصمت. غرقت صرخاته الضعيفة والمكتومة طلبا للنجدة بالكامل تحت الماء. امتص الكيس المياه وأصبح أثقل فأثقل ليسحبه إلى قاع المسبح مثل وزن رصاصي ضخم. قاوم بيأس شديد، لكن الحبال الغليظة ازدادت ضيقا لتخنقه بقسوة بالغة حتى بالكاد استطاع التقاط أنفاسه بصعوبة. تماما عندما بدأ وعيه يتلاشى، أمرت أنا بسحب الحبل. فجأة تم جره بوحشية عائدا إلى السطح وهو يسعل بعنف شديد. تدفقت المياه الممزوجة بالدم الداكن من رئتيه بوضوح، وقبل أن يتمكن حتى من التقاط أنفاسه أمرتهم بدفعه إلى الأسفل مرة أخرى. مرة، مرتين، ثم 3 مرات. كل سقوط مرعب كان بمثابة إلقائه مباشرة في كهف جليدي متجمد. كل عملية سحب كانت كتمزيق أوتاره وسلخ جلده بالكامل مرارا وتكرارا. عرضته لمصير أسوأ من الموت بكثير بينما كان وعيه يتلاشى تدريجيا. ربما لم يسمع سوى هدير المياه المدوي في أذنيه. كانت رئتاه المسحوقتان تحترقان بألم حارق وكأنهما ستنفجران في الثانية التالية. لا أعرف حتى في أي مرة تم سحبه فيها للأعلى. عندما لعب جيك أخيرا دوره مناديا: إياك في هذا يا شارون.
توقفي عن تعذيبه. هكذا توسل، لكنني اكتفيت بالضحك ببرود. الأمر لم ينته. أمسكت بقضيب حديدي سلمه لي حارسي الشخصي، ووقفت أمامه مباشرة. أي شخص يتجرأ على إيذاء رجالي يجب أن يدفع الثمن غاليا. بانج! ضربت القضيب بقوة هائلة على ظهره. تشنج جسده بالكامل بعنف شديد، مثل جمبري يتعرض للصعق بالكهرباء. لابد أن ألما مبرحا انفجر من عموده الفقري المحطم ليمزق جميع أطرافه. عض بقوة على قماشة فمه، لكنه مع ذلك أطلق أنينا مكتوما ومؤلما للغاية. بانج بانج بانج! أنزلت قضيبا تلو الآخر دون إظهار أي رحمة. كل ضربة كانت مصممة لتحطيم عظامه بالكامل وتمزيق أعضائه الداخلية إربا. تمكنت من رؤية سائل دافئ يتدفق من زاوية فمه ويقطر ببطء على ذقنه ليلطخ الأرضية الباردة تحتنا. 99 ضربة من يدي أنا في النهاية. توقف تماما عن الشعور بالألم، وبدأ وعيه المحطم يتلاشى أخيرا نحو السواد الحالك. كنت أمزقه إربا وألقي بجسده المكسور في مفرمة لحم دموية من صنعي. هل تصدقون حقا أنني فعلت كل هذا به؟ عندما وجهت ضربتي الأخيرة انهار على الأرض مثل دمية قماشية محطمة تماما. استمرت بركة دماء ضخمة في الاتساع تحته لتغمر ملابسه وتصبغ الأرضية باللون الأحمر الداكن. كراك! رفعت حذائي اللامع ذو الكعب العالي بقسوة وطحنته بوحشية مباشرة فوق أصابعه المكشوفة والمرتجفة. تردد صدى، تكسر العظام بوضوح تام، تشنج جسده بشدة من الألم الخالص، غير قادر حتى على الصراخ عبر تكميمه. حينها فقط شعرت بالرضا التام. سحبت قدمي واستدرت لأرمي نفسي مباشرة في أحضان جيك المنتظرة. لامست أصابعي خده بلطف. سألته عما إذا كان خائفا للتو. كل شيء بخير، لقد انتهى الأمر، ولن يجرؤ أحد على إزعاجك بعد الآن على الإطلاق. لوحت للحراس الشخصيين وكأنني أتخلص من قمامة مطلقة. أمرتهم بأن يعيدوا رمي هذا الشخص بعيدا. بعد قول هذا ابتعدت مع جيك دون أن أنظر خلفي أبدا. أصدرت كعوبي أصواتا لزجة في دمائه. لقد فاتني تماما رؤية قماشة فمه تنفك أخيرا خلفي. استخدم هو آخر ذرة من قوته لينادي اسمي بصوت أجش. شارون! كان صوته يتلاشى، هش وضعيفا تماما مثل شمعة في مهب الريح. لابد أن تلك الكلمة قد استنزفت كل قوته المتبقية تماما. توقفت خطواتي فجأة، لكن جيك أغمي عليه بشكل مريح حينها، متكئا على كتفي وممسكا بخصري وهو يصرخ شارون. رأسي يؤلمني بشدة فجأة. سحبت نظري على الفور، تجاهلت ذلك الوهم العابر وأمسكت بيد جيك بقلق بالغ. بدلا من ذلك سآخذك إلى المستشفى حالا. ثم سارت خطواتي بعيدا، مغادرة المكان دون النظر إلى الخلف أبدا. لابد أنه راقب شخصي المبتعد وضحك فجأة. ضحك بيأس حتى اختلطت الدموع المريرة بالدم المتدفق. لو أنني نظرت إلى الخلف لمرة واحدة فقط لكنت أدركت أن الشخص الذي عذبته حتى الموت تقريبا هو نفسه الرجل الذي كنت أعتز به في كف يدي. لكنني لم أفعل. كانت عيناي معميتين تماما بجيك بينما استيقظ. هو ملقى على أرضية الفيلة الباردة ومبللا بالكامل بدمائه الخاصة. كانت عظامه تؤلمه وكأنها سحقت بيدي. كافح فقط للزحف، وكل حركة كانت تمزق بوحشية الجروح العميقة التي حفرتها. أنا على ظهره لم أرى أصابعه التي تورمت لدرجة يصعب التعرف عليها. كانت مناطق الكسور تظهر بلون أرجواني مزرق مرعب. اهتز هاتفه في جيبه. في تلك اللحظة أخرجه بيدين ترتجفان بصعوبة ليرى رسالتين. الأولى كانت مني أنا. كتبت له: عزيزي، لقد أخطأت سابقا. لم يكن يجب أن أفقد أعصابي معك. أردت فقط ألا ترتكب الأخطاء. أخبرته في رسالتي أنني سأبقى في المستشفى لأعتني بجيك خلال هذه الأيام، لذلك لن أعود إلى المنزل، ووعدته بأنني سأعود للبقاء بجانبه بمجرد أن تتحسن حالة جيك تماما. حدق ويست في الشاشة وضحك فجأة وسط دموعه. كم بدا كلامي سخيفا بالنسبة له. لقد عذبته حتى شارف على الموت، ومع ذلك واصلت مناداته بعزيزي بكل برود. لم ألاحظ حتى أنه قد اختفى تماما. الرسالة الثانية كانت إشعارا بإلغاء هويته بنجاح. لقد تمت الموافقة على طلب السيد ويست لإلغاء الهوية وتغيير الاسم رسميا. ساري المفعول فورا. قبض على هاتفه بشدة حتى أبيضت مفاصل أصابعه. أصبح بإمكانه أخيرا الرحيل عني. كافح للوقوف على قدميه وبدل ملابسه بأخرى نظيفة، ثم التقط الحقيبة التي جهزها منذ فترة طويلة. أخذ كل ما يخصه في هذا المنزل باستثناء شيئين فقط تركهما خلفه.
الأول كان القلادة المزدوجة التي أهديته إياها. عندما كنت في 18 كانت القلادة تحتوي على جهاز تتبع دقيق مخفي. عندما أعطيته إياها أخبرته أنني أريد معرفة ما يفعله ويست في جميع الأوقات في ذلك الوقت. كان يعتقد أن تصرفي هذا لطيف، يرى ذلك الآن سخرية قاسية، ولا ألومه أبدا. الشيء الثاني كان رسالة حبي التي كتبتها للتقرب منه. كومة سميكة من الورق المصفر لا تزال تحمل آثار خط يدي الطفولي. كتبت فيها أنني رأيت ويست يرتدي قميصا أبيض اليوم. كان قلبي ينبض بسرعة جنونية. ظننت معها أنني سأموت. ترجيته أن نتزوج بمجرد أن أتخرج من الجامعة. لم أستطع الانتظار ليوم آخر، ووعدته بأن أحبه طوال حياتي. قرأ ويست كلماتي بوضوح، وتذكر فجأة نسختي البريئة في سن 18 كيف عانقته بعينين محمرتين من البكاء، وأخبرته أنني لا أستطيع العيش بدونه أبدا. تلك العهود التي جعلت قلبه يخفق بشدة لدرجة تمنعه من النوم بدت له الآن سخيفة ومثيرة للشفقة تماما. وضع القلادة ورسائل حبي على الطاولة الزجاجية، ثم استدار وغادر المنزل دون أي تردد. وقبل رحيله النهائي رمى هاتفه في سلة المهملات ليدفن معه كل ذكريات ماضينا المشترك. منذ تلك اللحظة فصاعدا لن يكون هناك ويست في هذا العالم يذرف الدموع من أجل امرأة مثلي أنا شارون. عندما أقلعت الطائرة أخذ يحدق في أضواء المدينة التي بدأت تتضاءل تدريجيا خارج نافذته. في حالة من الشرود تخيل نسختي ذات 18 عاما تبتسم له بين السحاب، وفي الثانية التالية انفجر ألم حادا من صدره. تلاشت صورتي الوهمية تماما. عض على شفته بقوة حتى انتشر طعم الدماء في فمه بينما سألته راكبة عما إذا كان يحتاج للمساعدة. وضعت المرأة الجالسة في المقعد المجاور مجلتها جانبا. لقد لاحظت بوضوح شديد العرق البارد الذي يغطي جبهته. هز رأسه رافضا ودفن وجهه أعمق في وشاحه. كان الوشاح لا يزال يحمل تلك الرائحة العفنة لقبو منزلي، مجرد بضاعة رخيصة اشتراها عشوائيا من المطار. همس بصوت خافت كالهواء بأنه بخير ويعاني فقط من دوار الجو. حينها ناولته سونغ تينغلان منديلا ورقيا، أخبرته أنها طبيبة وأنه يبدو شاحبا جدا. وعندما أخذ المنديل منها لاحظت سونغ تينغلان الكدمات العميقة على الجزء الداخلي من معصمه، علامات لا تتركها سوى القيود الاحترافية التي استخدمتها ضده. أدركت سونغ تينغلان أن هذا لم يكن ضحية عنف منزلي عادية. شكرها بصوت خافت. قبض على المنديل في كفه لكنه لم يستخدمه أبدا. كان يرفض ترك أي أثر خلفه، خاصة في هذا الوقت. كان يعلم بمجرد هبوط الطائرة أنه حتى لو قلبت الأرض رأسا على عقب فلن أعثر عليه أبدا. فجأة اجتاح ألم حاد منطقة بطنه. أسودت الرؤية في عينيه بالكامل، وشعر بسائل دافئ يتدفق بغزارة من تجويف أنفه. مد يده غريزيا ليلمسه، فقابلت أطراف أصابعه دماء قرمزية لزجة على الفور. سحبت سونغ تينغلان حزام الأمان الخاص بها بقوة. صرخت تطلب مساعدة طبية طارئة من المضيفة، ومن خلال رؤيته الضبابية راقب أصابع تلك المرأة النحيلة وهي تفك أزرار ياقته بسرعة. كم هو غريب. تخيلوا معي في تلك اللحظة فكر عقله بيدي أنا، نفس اليدين اللتين فكتا أزرار قميص جيك الليلة الماضية، شعر وكأن أيادي غريبة ترفعه مثل ورقة شجر متساقطة تطفو على بحر هائج. تذكر بوضوح ذلك الشعور عندما سمحت لهم بدفعه في المسبح المتجمد. الألم الطاعن للمياه الجليدية التي تغمر رئتيه، وإحساس الاحتراق من ألياف الخيش التي تخدش خديه. لكن الأشد إيلاما كانت كلماتي. صرخت حينها بأن أولئك الذين يؤذون رجالي يجب أن يدفعوا الثمن. كانت كل كلمة كسكين تطعن قلبه، وحتى مع تلاشي وعيه في لحظاته الأخيرة سمع ضحكته الأجشة. يا لها من سخرية الأضلاع التي حطمتها. أنا شخصيا كانت الآن تخترق رئتيه حرفيا. لطالما وعدته بأنني سأحميه من أي ضرر، لكنني في النهاية أصبحت الوحش الذي آذاه أكثر من أي شخص آخر. تمايلت أضواء المقصورة في الأعلى. كان قميص سونغ تينغلان منقوعا بالعرق، بينما كان هذا الرجل الغريب يتلاشى ببطء بين يديها. دفعها غريزة غير مفهومة لتكون غير قادرة على مجرد الوقوف ومراقبته يموت. سألت المضيفة بهدوء عما إذا كانوا بحاجة لهبوط اضطراري، وفجأة اهتز جسده الفاقد للوعي بتشنجات عنيفة جدا. ضغطت سونغ تينغلان عليه لتثبيته، والتفتت للمضيفة. أمرتها بالاتصال بالمطار لتجهيز سيارة إسعاف فورا، فالأمر يتطلب تدخلا لكسور متعددة ونزيف داخلي حاد. ولكن قبل أن تتمكن من إنهاء كلامها أمسك ويست بمعصمها فجأة.
بينما كنت أظن أنني أسيطر على كل شيء بدأت عيناه غير الواضحتين في التركيز. رأت سونغ تينغلان تصميمه، طلب منها ألا تذهب للمستشفى. مع كل كلمة أجبر نفسه على نطقها. تسرب الدم من زاوية فمه. كانت سونغ تينغلان في حالة صدمة تامة. لقد وافقت بالفعل وأخبرته عن مصحتها الخاصة في الضواحي. استيقظ هناك محاطا برائحة المطهرات القوية. تسلل ضوء الشمس الساطع عبر الستائر الخفيفة ليسقط مباشرة على أغطية سريره. حدق مباشرة في السقف، غير قادر على التمييز بين الواقع والحلم، حتى تحدثت امرأة بصوت لطيف بجانبه أخبرته أنه مستيقظ. التفت بحدة ليقابل عينين هادئتين. كانت المرأة تحمل سجله الطبي، وعندما رأته يستيقظ أغلقته ببساطة بنبرة هادئة تماما. أخبرته أنه عانى من نزيف داخلي وفقد الوعي على متن الطائرة. لقد أجرت له علاجا طارئا بنفسها وسألته عن شعوره الآن. لمس بطنه بشكل غريزي. لقد خف الألم بشكل كبير، لكن وجعا خفيفا ظل باقيا تحت جلده. فتح فمه وأجبر صوته على شكرها. أومأت برأسها وأعطته كوبا من الماء الدافئ، مقدمة نفسها كطبيبة تدعى سونغ تينغلان. طمأنته أن هذه مصحتها الخاصة وأنها آمنة تماما. كان الكوب دافئا، وتتبعت أطراف أصابعه حافته دون وعي. خفض عينيه وظل صامتا للحظة قبل أن يكشف أخيرا عن اسمه غو، وهكذا بقي في المصحة. كانت سونغ تينغلان تأتي لتتفحصه كل يوم، لكن بعيدا عن الأسئلة الطبية الضرورية لم تتدخل أبدا في خصوصياته. حتى جاء يوم وأثناء تغيير الضمادات اصطدمت ممرضة بالصينية الأدوات عن طريق الخطأ. صوت تحطم الأدوات المعدنية على الأرض جعله ينتفض بعنف ويكور جسده دفاعيا. تجمدت يد سونغ تينغلان في الهواء. راقبت وضعيته الغريزية لحماية أضلاعه، ثم انزلقت نظراتها لتستقر على الكدمات الباهتة حول معصميه. تحدثت فجأة بوضوح قائلة إن هذه الإصابات لم تحدث بالصدفة. تعثرت أنفاسه، لكنها لم تضغط عليه للحصول على إجابات. اكتفت بإعادة ياقته إلى مكانها بهدوء تام. كانت نبرتها خفيفة للغاية. أخبرته أنه إذا لم يرغب في التحدث فهو ليس مجبرا على الإجابة، لكن المحامين والشرطة هنا يمكنهم مساعدته. أمسك الغطاء وهز رأسه رافضا. لم تقل سونغ تينغلان أي شيء آخر، وبمجرد أن استدارت للمغادرة ناداها فجأة ليشكرها ويخبرها أن الأمر ليس ضروريا. استدارت لتنظر إليه مجددا مع ابتسامة خافتة تظهر على وجهه الشاحب. مرت الأيام في المصحة بهدوء سريالي غريب. تعافى جسده تدريجيا مع الوقت، وكان يخرج أحيانا إلى الحديقة للاستمتاع بأشعة الشمس. وفي أحد الأيام مر بجوار قاعة المؤتمرات وسمع بالصدفة سونغ تينغلان تتجادل بحرارة مع شخص ما. كانوا متمسكين بهذا السعر رافضين المساومة، لكنها جادلت بأن بيانات السوق تظهر بوضوح تضخما في التقييم بنسبة 30%. توقفت خطواته بشكل شبه غريزي. دفع الباب وفتحه لتلتفت كل العيون في الغرفة وتحدق فيه مباشرة. عبست سونغ تينغلان بانزعاج لعق شفتيه وأشار إلى التقرير المالي المعروض على الشاشة، وبعد لحظة صمت بدأ يتحدث. أشار إلى مشكلة في توقعات التدفق النقدي في الصفحة الثالثة. لقد أخفوا جزءا كبيرا من ديونهم بهذه الحسبة. أعلن أن سعر التفاوض الفعلي يجب أن يرتفع بنسبة 15%. ساد صمت مميت في قاعة المؤتمرات. حدقت فيه سونغ تينغلان لعدة ثوان طويلة، ثم دفعت المستندات فجأة نحوه طالبة منه أن يكمل كلامه. في اليوم التالي مباشرة وضعت سونغ تينغلان عقدا أمامه. لقد تم حل قضية الاندماج بالكامل. عرضت عليه العمل في شركتها كمستشار استراتيجي. رفع نظره ضاحكا وسألها إن كانت تخشى أن يكون جاسوسا للشركات. استندت سونغ تينغلان إلى المكتب ونظرت إليه بنبرة هادئة. اعترفت له بأنها بحثت بالفعل في خلفيته السابقة. أخبرته أنها بالطبع لم تجد شيئا، لكن غريزتها تخبرها بأنه شخص جدير بالثقة تماما. في تلك الأثناء كنت أجلس في غرفة كبار الشخصيات بالمستشفى. غطت رائحة الزنابق على المطهرات بينما كنت أحمل وعاء حساء ساخن. رنت الملعقة برفق ضد الوعاء. طلبت منه أن يشرب رشفة واحدة أخرى. قربت الملعقة من شفتيه بصوت رقيق يقطر عسلا. أخبرته أنني طهوته ل4 ساعات وأزلت كل الدهون من أجله. كان وجه جيك شاحبا، لكنه كتم ابتسامته. ارتشف من يدي بينما ألقت رموشه ظلالا ناعمة تحت الضوء. سألني إن كان زوجي سيمانع وجودي. هنا قاطعته بسرعة بنبرة واثقة وكأنني أحاول إقناع نفسي قبل أي شخص آخر. أخبرته أن ويست شخص متفهم جدا، ولكن عندما وضعت الوعاء اصطدم بالطاولة الزجاجية محدثا رنينا حادا ومفاجئا.
كان الصوت أشبه بإبرة حادة. اخترقت صدغي فجأة. لقد مرت 3 أيام كاملة دون أي كلمة من زوجي. سحبت هاتفي فورا. أضاءت الشاشة لتظهر وجهه الهادئ أثناء النوم. في 5:03 مساء أخبرته أنني سأتأخر. في 10:47 سألته إن كان لا يزال غاضبا. ثم في 9:15 صباحا رجوت ويست أن يرد. توقفت آخر رسائلي عنده هذا الصباح. مجرد فقاعة خضراء وحيدة ومعلقة في أعلى المحادثة. قررت أن أتدخل وأتصل به. وقفت فجأة فأسقطت تنورتي المقعد أرضا وفي درج الطوارئ في نهاية الممر. ضغطت على زر الاتصال للمرة الثالثة. ردد صوت نسائي آلي نفس الجملة مرارا وتكرارا باللغتين الصينية والإنجليزية. الكلمات كانت غير متاح مؤقتا. خلق هذا الصوت صدى مخيفا في الدرج الفارغ. عندها شعرت بالذعر واتصلت برقم مساعده فورا. أمرت مساعدي تشين بالتوجه إلى الفيلا في هذه اللحظة فورا. صمت للحظة ولم أعترف بصوت عال أن الهدف الحقيقي هو تتبع مكان ويست، بل تذرعت بحجة فحص نظام الأمان. بعد حوالي نصف ساعة جاءني رد مساعدي أخيرا. ناداني تشين باسمي وأخبرني أن نظام الأمان يبدو طبيعيا تماما، باستثناء أن مطحنة نفايات المطبخ لم تعمل منذ 3 أيام. أظهرت سجلات المنزل الذكي أن آخر استخدام كان يوم مغادرتي. توقف تنفسي تماما للحظة واحدة. ويست مصاب بوسوس النظافة، لن يترك أبدا نفايات المطبخ. طوال الليل ترددت أصداء خطواتي بصوت مكتوم ومألوف. كان ينبغي أن يضيء مستشعر المدخل، لكن الظلام الدامس ابتلع المكان أمامي. لم يتبق أي ضوء مشتعل. منذ أن فتحت الباب والفيلا غارقة في صمت مميت، ناديت على ويست فتردد صدى صوتي في السقف المرتفع. لا توجد أي استجابة من غرفة المعيشة. تلاشت رائحة الورود الباهتة تماما وحل محلها فراغ بارد وخانق. وقفت متصلبة أمام باب غرفة النوم الرئيسية في الفيلا، وكان قلبي ينبض بعنف لسبب غير مفهوم. اجتاحتني موجة من الذعر الخالص، وعندما دفعت الباب ببطء جعلني المشهد الذي ظهر أمامي أوسع عيني بصدمة لا إرادية. كانت خزانة الملابس مفتوحة على مصراعيها، لم تتبق قطعة واحدة من ملابسه بالداخل. اختفى عطره الرجالي المعتاد ونظاراته الشمسية من طاولة الزينة. حتى صورتنا التي كانت موضوعة على المنضدة الجانبية اختفت تماما. مهلا، لم يتبق سوى إطار الصورة فارغ ووحيد. هناك سقط قلبي بقوة. اندفعت بسرعة نحو غرفة المكتب. سحبت الأدراج بقوة جواز السفر وبطاقة الهوية والبطاقات المصرفية. كل ما يثبت وجود ويست في المنزل قد اختفى تماما. شيئان فقط تركن بهدوء على طاولة القهوة: قلادة مألوفة وكومة من رسائل الحب المصفرة. التقطت القلادة بيدين ترتجفان بعنف. كانت هذه هديتي له في عيد ميلاده 18. لم يخلع هذه القلادة أبدا طوال كل هذه السنوات، والآن تركها خلفه وحيدة ومنبوذة. لم أجرؤ مطلقا على مجرد التفكير في تصديق الاحتمال الأسوأ أمامي. أخرجت هاتفي بسرعة واتصلت بمساعدي مرة أخرى. صرخت فيه أن يتحقق من مكان ويست في هذه اللحظة فورا. استخدم كل علاقاتك. احفر في الأرض ل3 أقدام إذا لزم الأمر فقط. جده تجمد مساعدي على الطرف الآخر للحظة. لم يصل إلى أذني سوى صوت نقرات لوحة المفاتيح. لم أشعر يوما بمرور الوقت بهذا البطء القاتل. بعد لحظة جاءني صوته المتردد والمذعور. أخبرني أن معلومات هوية ويست قد ألغيت تماما إلغاء كامل للهوية. لماذا قد يختار فجأة محو وجوده بالكامل أثناء غيابي؟ ما الذي حدث هنا بحق الجحيم؟ ارتجفت جفوني بعنف. قبضت يدي دون وعي حتى تحولت إلى شحوب مميت. ليوقظني الألم اللاذع في راحتي مهلا. لا تزال القلادة معي. ربما يوجد بداخلها أي دليل خفي يخبرني إلى أين اختفى ويست. استدرت فجأة وركضت كالمجنونة نحو غرفة المكتب لسحب جميع تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل. انتبهوا جيدا لما سيحدث الآن. لقطات المراقبة التي ظهرت فجأة أمام عيني جعلت عقلي يفرغ من أي فكرة تماما. في التسجيل وقف جيك على حافة المنصة بابتسامة باردة ومقززة، بينما كان هناك شخص يتلوى بعنف داخل كيس خيش. في اللحظة التي انزلق فيها القماش رأيت وجهه بوضوح. توقف تنفسي تماما أمام شحوبه وشعره الفوضوي والدم النازف من زاوية فمه. لقد كان زوجي ويست حدق مباشرة نحو الكاميرا بشفاه ترتجف وكأنه يحاول استجداء مساعدتي بشيء ما، لكن في الثانية التالية تم دفعه بقوة وعنف نحو الأسفل. دفقة ماء. تردد صدى ارتطام الماء المرعب داخل غرفة المراقبة، بينما لم يتبق سوى طنين حاد ومزعج يمزق أذني.
قبضت على القلادة بقوة حتى أبيضت مفاصلي، واندفعت موجة غثيان عنيفة في حلقي. فجأة أدركت شيئا مرعبا. سحبت شريط تقدم الفيديو بسرعة. توقف إصبعي المرتجف. فجأة كانت تلك الابتسامة على شفتي جيك واضحة للغاية، وكأنه يسخر مني مباشرة عبر هذه الشاشة اللعينة. حدقت بنظرة مميتة نحو هذا الوجه الذي بات غريبا عني. تسارعت أنفاسي تدريجيا بشكل جنوني. رن الهاتف مرة أخرى. ناداني تشين مجددا وبدأ يتحدث عن المستشفى، لكنني قاطعته بوقاحة. فقد فقدت صوابي تماما الآن. كان صوتي مشوها تماما عندما صرخت بأنني قادمة. في هذه اللحظة أصدرت إطارات سيارتي صريرا حادا وعنيفا على الأسفلت. تذكرت كلماته المقززة: لا تقلقي، لن تكتشف الأمر أبدا، لقد دمرت السجلات الطبية لذلك الوغد منذ فترة طويلة. كما قمت بمسح كاميرات المراقبة في الفيلا، أيضا من طلب منه ألا يعرف حجمه الحقيقي. لقد نال ما يستحقه بجدارة. كانت كل كلمة كإبرة مسمومة تمزق آخر ذرة من أملي المخادع. ركلت باب غرفته في المستشفى بقوة مرعبة ليفتح على مصراعيه. وقفت في منتصف المدخل بتعبير مظلم ومخيف للغاية. سقط هاتف جيك من يده ليتحطم على الأرض فورا. نطق جيك باسمي بصدمة متسائلا: كيف عرفت أمر ويست؟ خرج صوتي منخفضا ومرعبا وكأنني شيطان زحف للتو من الجحيم. شحب وجه جيك فورا واختفى منه كل لون، وتشبثت أصابعه المرتجفة بملاءة السرير البيضاء دون أي وعي منه. ادعى الغباء قائلا إنه لا يعرف شيئا عن الشخص الموجود في كيس الخيش. اندفعت نحوه وسحقت معصمه بقوة كادت تحطم عظامه. لقد عرفت أنه هو طوال هذا الوقت، أليس كذلك؟ انهمرت دموع جيك المثيرة للشفقة فورا وهو ينتحب مناديا اسمي بأنني أؤلمه حقا، لكنني تجاهلت تباكيه. حدقت فيه بعيون محتقنة بالدماء وصرخت أن يجيبني ليبرر جريمته بائسا بأنه أحبني أكثر من اللازم. انكسر صوته من الخوف وهو يصرخ بأنه خشي أن يسرقني منه ولم يكن لديه خيار. رمقت جيك بنظرة مليئة بالاشمئزاز التام. أفلته وكأنني لمست شيئا قذرا للغاية. جالت عيناي في أرجاء الغرفة حتى استقرت على سكين الفواكه فوق الطاولة. عكس الضوء البارد على النصل ملامحي المشوهة ونظرة الرعب المفاجئة في عيني. جيك تراجع للوراء في ذعر شديد يتوسلني ألا أفعل. تحطم حامل المحاليل الطبية على الأرض لاحقا في مكتبي. كانت الإضاءة البيضاء باردة وخانقة. أمامي تناثرت كل الوثائق. ركزوا جيدا، هذا هو الدليل القاطع على الطريقة التي كان يزرع بها الفتنة سرا بيني وبين ويست. كومة ضخمة من ملفات المحقق الخاص، صور، تسجيلات صوتية وسجلات تحويلات بنكية. حتى شهادات أولئك البلطجية المكتوبة كانت هناك. اعترفوا بأن السيد جيك استأجرهم وطلب منهم تمثيل مسرحية مقنعة ودفع لهم المال الكافي ليتظاهروا بضربه، ولم ينووا أبدا إيذاءه حقا. أخبرهم بأنه طالما صدقت أنا تلك المسرحية ستكون هناك مكافأة مالية إضافية ضخمة لهم لاحقا. قبضت على الأوراق بقوة حتى أبيضت مفاصلي، وعاصفة من المشاعر المظلمة تعصف بداخلي. من البداية للنهاية كانت مجرد مسرحية مريضة من تأليف وإخراج جيك، وأنا من دفعت الرجل الذي أحببته بصدق إلى الهاوية. عندما جر الحراس جيك إلى مكتبي كان لا يزال يرسم تلك الابتسامة المتملقة المقززة على وجهه. سألني لماذا استدعيته بهذه السرعة، وقبل أن يكمل كلماته التافهة رميت حزمة الوثائق بأكملها في وجهه بقوة شديدة. طالبت بالتفسير. كان صوتي كالجليد. بينما تطايرت الأوراق على الأرض نظر للأسفل ولمح تلك الصور والكشوفات البنكية الفاضحة. تجمدت ابتسامته فورا. انحنى بهلع وتوسل محاولا الشرح بينما كانت أصابعه ترتجف بشدة من الخوف. أقسم أن شخصا ما يلفق له التهمة، ملقيا لوم على ويست لأنه يكرهه. حدقت بعينين ميتتين في هذا الكائن المثير للشفقة. بهدوء مفاجئ أخرجت مسجلا صوتيا من داخل درجي وضغطت فورا على زر التشغيل. تردد صوته الحاد والخبيث في المكتب ضاحكا بأن ذلك الوغد نال ما يستحقه لأنه لم يعرف حجمه. شحب وجهه في ثانية واحدة. رسم جيك ابتسامة يائسة ومزيفة. ألقى كل تلك الوثائق جانبا واقترب مني ببطء شديد يتوسلني أن أصدقه. أقسم مرارا أنه لم يفعل تلك الأشياء أبدا. وأمام نظراتي الباردة تسارعت أنفاسه بجنون وهو يبكي ويتوسل مدعيا أنه يحبني كثيرا ويريدني أن أصدقه. سخرت منه باحتقار. مددت يدي وأمسكت بذقنه بقوة وسألته كيف يجرؤ على ادعاء الحب بعد كل ما فعله. ألا تشعر بالقرف من نفسك؟ فجأة رفع جيك رأسه وسألني عما أظن نفسي. هل أنا بريئة مثلا؟
تلاشت البراءة المصطنعة من عينيه تماما، وحل محلها حقد أسود ملت صرخ في وجهي بأنني من تقربت منه أولا، بأنني استخدمته كبديل سخيف لويست وأوهمته بالحب. أفلت من قبضتي بعنف وأشار بإصبعه نحو وجهي بضحكة باردة ومستفزة، نعتني بالعمياء التي لا تميز المشاعر الحقيقية من المزيفة، وسألني لمن أمثل الآن، لأن ويست لم يعد يريدني على الإطلاق، بأنه فضل التخلي عن كل شيء والرحيل بعيدا، على أن ينظر إلي مجددا. تقلصت حدقتي بعنف شديد، شعرت وكأن مطرقة ضخمة سحقت صدري بالكامل. تعالت ضحكات جيك الساخرة وسألني بوقاحة إن كنت أعرف ما تركه ويست خلفه. تلك القلادة التي أهديتها له سخر مني مذكرا إياي بأنني رأيت تسجيلات المراقبة بنفسي. ألم تكن كل ضربة قاسية سددت إليه بيدي أنا؟ صدقوني، في هذه اللحظة انقطع خيط عقلي تماما، ثم انفجرت ضاحكة. نهضت ببرود شديد ومشيت بخطوات ثابتة للوقوف أمامه، ثم رفعت يدي لأداعب وجهه بلطف بالغ تماما كحبيبة عاشقة متيمة، لكن عيناي كانتا ميتتين وباردتين تماما. همست له بنعومة أن عينه اليمنى كانت عمياء بالفعل، لذا حان الوقت لتصحيح هذا الخطأ. وقبل أن يستوعب كلماتي فتح باب المكتب مجددا، اندفع حارسان نحوه وقاموا بتقييده بإحكام شديد باستخدام حبل قنب غليظ وقاس. اتسعت عينا جيك في صدمة مرعبة، وكاد يسقط على الأرض من قوة الدفعة الهائلة التي تلقاها. صرخ بأنني لا أستطيع فعل هذا به، وعرض إعادة كل تلك الأموال. تراجعت للخلف بلا أي تعبير، أشاهد تقييد يديه العاجزتين. هل ظن حقا أنني أهتم بتلك النقود التافهة؟ انحنيت نحو أذنه، وكان صوتي خافتا وهادئا كفحيح أفعى سامة. أخبرته أنني أريده أن يتذوق المعنى الحقيقي لتمني الموت لاحقا. وقفت وحدي في ممر مستشفى الأمراض النفسية. الإضاءة البيضاء القاسية جعلت ظلي يمتد طويلا. كنت لا أزال أقبض على ذلك الملف، السجل المفصل لكل جرائمه القذرة. سنوات طويلة من اختلاس أموالي الخاصة والاحتيال التجاري الضخم، إضافة للإيذاء المتعمد وتخطيطه الدقيق لتوريط ويست وتلفيق التهم له، دفعت باب غرفته الكئيبة ببطء شديد. كان جيك منكمشا في الزاوية المظلمة، ووجهه لا يزال ملفوفا بضمادات سميكة تغطي ندبات إيذائه لنفسه. نظر إلي ببارقة أمل مثيرة للشفقة. لهث متسائلا إن كنت جئت لإنقاذه. حاول الزحف نحوي بضع خطوات، لكن جسده الضعيف والمحطم خذله تماما. أثناء هذه الحركة انهار جيك على الأرض وسط قذارته، ورغم ذلك ظلت أصابعه المرتجفة تتشبث بيأس بطرف معطفي. لم أنطق بكلمة واحدة فقط. انحنيت أمامه ببطء شديد، أنظر إليه من الأعلى كحشرة مثيرة للإشمئزاز ولا قيمة لها. بنظرات أبرد من الجليد وصوت هادئ سألته إن كان يعرف سبب مجيئي. هز رأسه بخوف والدموع تنهمر من عينيه. بكى مرددا أنه يعلم بأنه أخطأ حقا. أطلقت ضحكة باردة خالية من الروح، ورميت كل الوثائق أمامه. سألته بسخرية إن كان هذا يسميه إدراك الخطأ. نظر جيك للأسفل ورأى المحتوى الصادم لتلك الأوراق. تحول وجه جيك للون الشاحب. فجأة هز رأسه بهلع محاولا إقناعي. زعم أنه لم يفعل ذلك، وأن شخصا ما لفق له التهمة ليخدعني. لفق له التهمة؟ انحنيت للأمام وأمسكت بذقنه بقوة كادت تسحق عظامه. هل يعتقد حقا أنني سأصدق أكاذيبه القذرة بعد الآن؟ أفلت وجهه وسحبت منديلا بسرعة لأمسح يدي، بينما كان الإشمئزاز الشديد يملأ ملامح وجهي بالكامل. هذا التصرف جرح كبرياء جيك بشدة. تقلصت حدقتاه فجأة، ثم اندفع نحوي بجنون، لكنني ركلته بعيدا عني بكل برود. سقط أرضا وهو يصرخ بهستيريا ترجاني بألا أعامله بهذه القسوة، مدعيا أنه يحبني أكثر من أي شيء آخر. كل ما فعله كان لأجلي. تحولت نظراتي للبرود التام. لقد دمر هذا الحثالة كل شيء بيني وبين ويست. فعل ذلك لتلبية رغباته الأنانية، ويدعي أنه لأجلي. بما أن الأمر كذلك، فقد حان دوري لأرد له الجميل. التفت ببرود وأومأت للطبيب الواقف عند الباب. أخبرته أنه من اليوم فصاعدا سأقوم أنا شخصيا بتصميم خطة علاج هذا المريض. سلمني الطبيب باحترام ملفا طبيا جديدا. فتحت الصفحة الأولى بسرعة، كانت تحمل عنوان خطة علاج المريض رقم 0487. علاج بالصدمات وسيطرة دوائية مع حبس مدى الحياة. قاوم جيك بهلع صارخا بأنه لا يمكنني فعل ذلك به أبدا.
لعنني وتمنى ألا أحصل على مسامحة ويست أبدا. غادرت غرفة المستشفى بخطوات ثابتة دون أن أكلف نفسي عناء الالتفات خلفي. من خلفي تعالت صرخات جيك الممزقة للقلب. وقفت في الممر أنظر للفراغ البعيد بصمت تام دون التفوه بأي كلمة. كانت عيناي باهتتين ومحملتين بالغموض. اقترب مساعدي مني بحذر شديد. أخبرني المساعد أنه تم تجميد جميع أصول عائلة جيك وتقييد حركة والديه بالكامل بناء على أوامري لضمان عدم تمكنهم من العثور عليه. مريض أصدرت صوتا خافتا لأؤكد له أنني فهمت ما قاله. أمرته بنشر قصة اختلاسه في وسائل الإعلام فأنا أريده مدمرا بالكامل. أومأ المساعد برأسه ثم غادر المكان فورا. وقفت أنظر نحو سماء الليل المظلمة من النافذة. كنت أعلم جيدا أن هذا الانتقام البسيط لا يكفي أبدا لتعويض الأذى الشديد الذي لحق بي، لكنني على الأقل لن أمنح جيك فرصة لإيذاء أي شخص آخر. لاحقا وقفت أمام الفيلة الكبيرة التي عشت فيها أنا وويست معا ذات يوم. راجعت لقطات المراقبة التي بيدي مرات لا تحصى، لكن جيك كان قد حذف سجلات المراقبة بالكامل ليمحو كل أثر ممكن. لم يبق دليل واحد مفيد. أمرت رجالي بمواصلة البحث عنه. كان صوتي مبحوحا وعيناي محتقنتين بالدماء. صرخت بأننا يجب أن نجده حتى لو اضطررنا لقلب بكين بأكملها رأسا على عقب. سلمني المساعد وثيقة وهو يرتجف. أخبرني أن معلومات هوية السيد غو قد تم إلغاؤها بالكامل وسجلات الدخول والخروج قد محيت. أيضا شددت قبضة يدي بقوة حتى تحولت مفاصلي للون الأبيض. استخدمت كل علاقاتي وقدمت مكافآت فلكية. تخيلوا حجم انهياري حينها. لقد اختفى ويست بلا أثر وكأنه تبخر من هذا العالم. ذهبت بنفسي لكل مكان. زرناه معا الحرم الجامعي، مدينة الملاهي، معبد قمة الجبل، وحتى المدينة الأجنبية التي درس فيها يوما ما. لكن مع كل محاولة فاشلة بدأت الكوابيس تطاردني بشكل متكرر. في أحلامي المفزعة كان ويست يقف وسط بركة من الدماء وينظر إلي ببرود قاتل. اتهمني بأنني من دفعه نحو الجحيم. كنت أستيقظ بعرق بارد يغمر ملابسي وكان قلبي يؤلمني بشدة وكأن قطعة منه قد اقتلعت من مكانها بقسوة بالغة. وسعت نطاق بحثي وتجاهلت شؤون الشركة تماما. أخذت رحلات جوية مكوكية لا تتوقف بين دولة وأخرى آملة في العثور على ذلك الوجه المألوف. بعد مرور 3 أشهر وقفت خارج متجر فاخر في شارع مونتين أحدق بفراغ شديد نحو فستان الزفاف المعروض في الواجهة. تذكرت قوله ذات مرة إن فستان الزفاف المفضل لديه سيكون بتصميم بسيط للغاية. رسمت ابتسامة سخرية مريرة على زاوية فمي. تبددت تلك الذكريات كالرغوة والآن لا أعرف حتى مكانه. وفجأة التقطت رؤيتي المحيطية ظلا مألوفا لفت انتباهي بشدة. خفق قلبي بعنف وطاردته بشكل غريزي. صرخت باسم ويست لكن الرجل لم يلتفت واستمر في المشي للأمام. سرعت خطواتي أكثر ومددت يدي لأمسك بمعصمه، لكن في الثانية التالية توقفت سيارة سيدان سوداء فجأة أمامه مباشرة. انفتح باب السيارة فجأة وعانقته امرأة غريبة ترتدي فستانا أرجوانيا ضيقا. وقفت على أطراف أصابعها لتهمس بشيء في أذنه جعلته يضحك بهدوء. كشف وجهه الجانبي عن ملامح غير مألوفة فتجمدت في مكاني. لم يكن هو، مجرد ظل مشابه. أسقطت يدي بيأس شديد بينما شعرت بالاختناق يمزق حنجرتي. حينها رن هاتفي فجأة وجاءني صوت مساعدي. الحذر يخبرني أن المأدبة الكبيرة على وشك البدء. أغمضت عيني وأنهيت المكالمة ثم استدرت للمغادرة بخيبة أمل. لم أدرك أبدا أن ويست كان جالسا هناك في مقهى الزاوية يضع كوبه بهدوء تام بينما كانت نظراته الباردة تتبع ظهري المبتعد. تابعت سونغ تينغلن خط بصره بصمت وسألته عني. أشاح ويست بنظره وأومأ لها ثم نهض ممسكا بيد سونغ تينغلن. حان وقت الذهاب لتلك المأدبة. لم أكن أعلم أنه يقف الآن أمام مرآة طويلة يميل رأسه قليلا لضبط قرطه الماسي بثقة. رسم ابتسامة غامضة على شفتيه. لقد كان يدرك تماما أنني سأحضر تلك المأدبة الخاصة الليلة. جاءه صوت سونغ تينغلان من الخلف وهي تناوله كأس شمبانيا، ملاحظة أن انتباهه كان مركزا علي طوال الوقت. سأله أحدهم إن كان قد جاء من أجلي واكتفى بالإمساك بكأسه. إصبعه يطرق الحافة بلطف ليصدر صوتا رنانا. أجابهم بأنهم يبالغون في تلك الأثناء. كنت بالقاعة، ثريات الكريستال تعكس أضواء وظلالا مبهرة. كان يقف هناك يحمل الشمبانيا ويتحدث بكل ثقة مع ممثلي عدة شركات أوروبية.
لغته الفرنسية بطلاقة وذكاؤه التجاري الحاد جعلاه محط أنظار الجميع، وعندما دخلت أنا القاعة انجذبت عيناي لا إراديا نحو ذلك الظل المألوف. كل حركة منه كانت تنضح بتلك الأناقة المألوفة. عقدت حاجبي وكدت أقترب منه لمعرفة هويته، لكنه استدار وتجاوزني بالصدفة التامة، وفي تلك اللحظة بالذات التقطت رائحة الورود الخفيفة منه. استدرت بسرعة هائلة، لكنه كان قد اختفى تماما. وسط الزحام من ذلك الرجل الأنيق أوقفت نادلا يمر بجانبي بصوت متوتر وقلق. كان صوتي يرتجف بوضوح. ابتسم النادل بهدوء وقال: هذا السيد زو مؤسس شركة إكس جي الاستثمارية الناشئة. اتسعت عيناي بصدمة حقيقية. إكس جي، هل يعقل هذا الأمر؟ تلك كانت بوضوح شديد الأحرف الأولى من اسمه. لم أستطع التصديق، لكني تمنيت بشدة أن يكون هو. لكن تخيلوا الجنون، بينما كنت أبحث عنه كان هو يخطط لتدميري. ولاحظت سونغ تينغلان هوسه بشركتي. وقفت هي عند باب مكتبه تراقب ظله الطويل جدا، وهو يجلس باستقامة تامة تحت ضوء مصباح المكتب. القلم في يده يترك آثارا حادة على الورق. لم يكن يحلل البيانات كالمعتاد، بل كان يشرح عدوا بلا رحمة. تقرير التحقيق الليلي. دخلت سونغ تينغلان تحمل حليبا دافئا في يدها، وتتعمد جعل خطواتها مسموعة بوضوح أكبر. ارتجفت أصابعه بشكل شبه غير ملحوظ، وأغلق ملف المستندات بسرعة فائقة. مجرد تحليل روتيني، قالها وهو يأخذ الحليب بابتسامة مثالية مرسومة مدعيا دراسة المنافسين المستقبليين. لم تكشف سونغ تينغلان كذبته الواضحة هذه، رغم أنه طوال هذه الأشهر الثلاثة درس شركتي أكثر من أي شركة أخرى بكثير، ساهرا أحيانا حتى بزوغ الفجر. لكن في كل مرة أرادت فيها سؤاله كان يغير الموضوع بسرعة كبيرة، خاصة بعد لقائنا العابر في باريس. لا تسهر لوقت متأخر، قالتها أخيرا وهي تضع الكوب من يدها. هناك اجتماع مبكر غدا، أومأ برأسه موافقا، لكن نظراته كانت قد عادت بالفعل لتلك المستندات الخاصة بي. عندما أغلقت الباب سمعت صوت قلمه يخدش الورق مجددا، وكأنه يمارس طقسا مهووسا تماما. 3:17 صباحا، لكن العقول المدبرة تطاردها الأشباح. صرخة حادة مزقت صمت الفيلا. نهضت سونغ تينغلان فزعة من السرير، وغريزتها الطبية جعلتها تتأهب فورا. الصوت جاء من غرفة نومه. هرعت مسرعة دون أن تنتعل حذاءها حتى، ودفعت الباب بقوة كبيرة. المشهد الذي رأته أمامها جعل قلبها ينقبض بعنف شديد. كان متكورا على نفسه في الزاوية بين السرير والجدار، يداه تقبضان بشدة على حنجرته، ووجهه شاحب تماما كورقة بيضاء. ملابسه مبللة بعرق بارد وتلتصق بظهره النحيل. جسده كله يرتجف بخوف مثل ورقة في مهب الريح. أكثر ما صدم سونغ تينغلان كان عيناه بؤبؤاه متسعان، ونظراته تائهة، وكأنه يرى مشهدا مرعبا غير موجود هنا. ركعت سونغ تينغلان أمامه على ركبة واحدة دون أن تجرؤ على لمسه بتهور. هل تسمعني؟ لا توجد أي إجابة، وأنفاسه أصبحت سريعة ومضطربة أكثر فأكثر. شفتاه بدأتا تميلان للزرقة الواضحة، نوبة اضطراب ما بعد الصدمة الحادة. هكذا شخصت سونغ تينغلان الحالة فورا. أمسكت معصمه برفق شديد، وتحسست العرق البارد. اتبع تنفسي، قالتها وهي تضع يده المرتجفة على صدرها لكي يشعر بإيقاع تنفسها. خذ وقتك. أبطأت سونغ تينغلان تنفسها عمدا، وبدأ صدرها يعلو ويهبط بإيقاع منتظم جدا لتهدئته. تحت كفها الموضوع على معصمه، شعرت بشيء ما حلقة من ندوب غير متساوية أبدا. مرت دقيقة ثم دقيقتان. أخيرا بدأ تنفسه يتزامن معها. استعادت عيناه تركيزهما المفقود، وبمجرد أن رأى الشخص الذي يقف أمامه بوضوح تام سحب يده للوراء بقوة بالغة. أنا بخير، قالها بصوت مبحوح جدا، وسحب أكمام ملابسه للأسفل بحركة لا إرادية سريعة ليخفي معصميه. آسف، كان مجرد كابوس عابر، ولم تكشف سونغ تينغلان كذبته المكشوفة هذه على الإطلاق. نهضت بهدوء لتسكب كأسا من الماء الدافئ، وأضافت بضع قطرات من زيت عطري مهدئ للأعصاب في الفواحة القريبة منها. اشرب بعض الماء أولا. ناولته الكوب مع الحفاظ عمدا على مسافة آمنة. سأحضر لك منشفة جافة الآن. عندما عادت من الحمام كان قد انتقل بالفعل للكرسي الفردي قرب النافذة، يمسك كوب الماء بكلتا يديه بإحكام، ونظراته ضائعة تماما في ظلام الليل بالخارج. ضوء القمر حدد ملامح وجهه الجانبية بوضوح، ورموشه ألقت ظلا صغيرا تحت عينيه المتعبتين. وضعت سونغ تينغلان المنشفة بلطف شديد على كتفيه، ثم جلست بهدوء في الكرسي المقابل له.
هل تريد التحدث عن ذلك الكابوس؟ سألت بعفوية تامة وكأنها تناقش طقس الغد فحسب، بينما كانت أصابعه تتتبع حافة الكوب لا إراديا. بعد صمت طويل ومطبق تحدث هو فجأة: هل تعرفين حقا ما هو شعور الغرق؟ صمتت سونغ تينغلان قليلا. تدفق الماء إلى تجويف أنفك. أكمل هو قائلا: يحرقك كالنار تماما. كان صوته خافتا جدا وكأنه يروي قصة شخص آخر. ثم تبدأ رئتاك بالتشنج. تحاول التنفس بيأس لكنك تبتلع المزيد من الماء فقط. رفع عينيه ببطء. الجزء المرعب حقا هو أن تشعر بحياتك تتسرب منك بوضوح وأنت عاجز تماما عن إيقاف ذلك. حينها لاحظت سونغ تينغلان الأمر الالتواء غير الطبيعي في إصبع خاتمه الأيسر. كان ذلك بسبب كسر في العظام لم يعالج في الوقت المناسب ليترك تشوها حتميا. استيقظ من حلمه فجأة ونهض بخطواته الثقيلة متجها نحو المكتب. سحب مغلفا من الدرج السفلي. أخبرها أنه يجب عليها رؤية هذا. لتأخذ سونغ تينغلان حقيبة المستندات من يده بصمت. كانت ثقيلة. سكبت منها كومة من الصور، سجلات طبية ونسخة ملطخة بالقهوة من وثيقة زواجنا التي كانت تجمعنا يوما ما. إذن هذا هو اسمك الحقيقي. وصلت الكلمات إلى شفتي سونغ تينغلان لكنها تلاشت في الهواء قبل أن تنطقها. كل ما رأته أمام عينيها صدمها. كان ملقى في بركة من الدماء مع جرح مروع يشوه جبهته بالكامل. تلطخت السجادة تحته باللون الأحمر الداكن. أشار التقرير الطبي ل3 أضلاع مكسورة، كسر مضاعف في السبابة اليمنى ووذمة رئوية خطيرة. أخبرها بصوت هادئ بشكل مريب أن هذه هي تحفتي الفنية، أنا زوجته السابقة. ثم توقفت كلماته للحظة. انتقلت نظراته بعد ذلك إلى وثيقة الزواج. قال بسخرية مريرة من نفسه أننا في الواقع لم تكن بيننا أي علاقة حقيقية. أخبرها أنني كنت أظن أن الشخص الموجود داخل الكيس الخيشومي مجرد بلطجي تنمر على زوجي، لكن الشخص بالداخل كان هو في الواقع. قلبت سونغ تينغلان الصفحة التالية لتصدم برؤية لقطات مسربة من كاميرات المراقبة تظهرني كامرأة تدفع شخصا بداخل كيس خيشومي من منصة عالية مرارا وتكرارا، بينما وقف بجانب المسبح شاب بملامح بريئة وتعبير هادئ للغاية. ابتسامة خفيفة تتلاعب على شفتيه. أشار هو إلى ذلك الرجل وقال: جيك زوجي الشرعي، بينما كان هو مجرد أضحوكة. تخيلوا ذلك. أخيرا أدركت سونغ تينغلان من أين نبع كل هذا الهوس بتدمير مجموعتي. لم تكن هذه منافسة أعمال عادية، بل كراهية متجذرة في العظام. إذن تريد تدميرها؟ لم يكن هذا سؤالا. ثم سار هو نحو النافذة. ضوء القمر يمد ظله طويلا. أخبرها أنه يريدني أن أتذوق مرارة فقدان كل شيء، بينما كانت أصابعه تتتبع زجاج النافذة بخفة شديدة. أن أفقد الشركة، أفقد سمعتي، أفقد كل شيء. توقف صوته فجأة بينما سارت سونغ تينغلان لتقف خلفه دون أن تلمسه، فقط حاضرة بهدوء. قالت بنعومة أن الانتقام لن يجلب السلام الحقيقي. إذن ماذا سيجلب؟ استدار هو نحوها بحدة. نار داكنة تحترق في عينيه. التسامح، النسيان. مزق ياقة قميصه بقوة ليكشف لها عن ندبة مروعة وبشعة أسفل عظمة الترقوة. أخبرها أنني ضربته شخصيا بقضيب حديدي 99 ضربة، ولقد قمت أنا بعدها بوضوح شديد. نظرت سونغ تينغلان إلى تلك الندبة وفجأة مدت يدها وسحبته إلى أحضانها. تصلب جسده للحظة ثم انهار على صدرها وكأن كل قوته قد استنزفت تماما في تلك اللحظة. أنا لا أحاول إيقافك، قالتها، وسونغ تينغلان تريح ذقنها بهدوء فوق رأسه المنهك. أنا فقط لا أريد أن أراك تستهلك بكراهيتك. أمسكت أصابعه المشوهة بلطف هذه الجروح. لا ينبغي لها أبدا أن تحدد مسار حياتك بالكامل. لم يجبها بكلمة، لكن سونغ تينغلان شعرت بقماش قميصها على صدرها يصبح رطبا بالدموع تدريجيا. خارج النافذة بدأت السماء الشرقية تشرق. نظرت سونغ تينغلان إليه وقد هدأ أخيرا بين ذراعيها واتخذت قرارا حاسما. أخبرته أن يريها خطته بالكامل وبكل تفاصيلها. رفع رأسه مع وميض من المفاجأة والصدمة يلمع في عينيه المتورمتين. إذا كان هذا سيساعدك حقا على التخلي والبدء من جديد. مسحت سونغ تينغلان آثار الدموع من على وجهه. فسأقوم بمساعدتك. عندما تسلل أول شعاع شمس عبر الستائر كان هو يشير بثقة إلى مخطط هيكل ملكية مجموعتي ويشرح استراتيجية استحواذه القذرة لسونغ تينغلان. كان صوته لا يزال هادئا، لكن عينيه استعادتا وضوحهما وبريقهما. تناثر ضوء الشمس على المستندات المنتشرة ليضيء وثيقة زواجنا الممزقة.
نظر إليها لبعض الوقت ثم رماها بلا مبالاة في سلة المهملات، ليقف بعد ذلك أمام النوافذ الزجاجية الضخمة في الطابق العلوي لمجموعة إكس جي مطلًا على المدينة بأكملها. عكس الزجاج بوضوح شخصيته، وهو يحمل كأس نبيذ أحمر في يده. السائل الأحمر الداكن يدور بلطف في الكأس، مشابها بشكل مذهل للون دمه المسفوك. في ذلك اليوم طرق مساعده الباب ودخل باحترام ليسلمه مستندا هاما: سيد غو، لقد انخفض سعر سهم مجموعة شارون بنسبة 5%، وأن السوق متشائم عموما بشأن قراراته الأخيرة. أخذ المستند ببرود، وانحنت شفتاه في قوس قاسي وهو يهمس لنفسه: جيد جدا. تصفح تقارير مجموعتي المالية الأخيرة وهو ينقر بخفة شديدة على سطر معين من الأرقام: لقد قمت أنا لسد فجوة التمويل الناتجة عن اختلاس الجيك السابق ببيع عدد لا بأس به من الأصول المسجلة باسمي بالفعل. أمر مساعده بمواصلة التخلص من سنداتي التي يمتلكونها. أغلق المستند بصوت هادئ ومخيف بينما تردد المساعد قليلا. حذره أنه إذا انهارت شركتي بسرعة كبيرة فسيخسرون أيضا جزءا من استثمارهم، لكنه نظر لأعلى مع بريق حاد ومميت يومض في عينيه. لا يهم ولا يعنيه الأمر. هل ترون مقدار حقده؟ هو يهتم فقط برؤيتي، وأنا أفقد شيئا فشيئا. كلما كنت أهتم به يوما ما بشكل جنوني، تماما كما فقد هو كل شيء في مجموعتي يوما ما. وفي تلك الأثناء كنت أجلس في مكتبي أراقب شاشة الكمبيوتر بصدمة مميتة، ومنحنى الأسهم يهوي إلى القاع تماما بينما توالت مكالمات المساهمين الغاضبين واحدة تلو الأخرى. كنت غارقة في الغضب والإحباط، فضغطت مباشرة على زر الكتم. أمرت مساعدي ببرود أن يكتشف من يتلاعب بهذا من وراء الكواليس، بينما اندلع العرق البارد بشكل مرعب على جبهة المساعد. أخبرني أنهم تتبعوا بالفعل تدفق رأس المال، وهو قادم من شركة استثمار ناشئة في سويسرا ذات خلفية عميقة وخطيرة جدا، ولا يمكنهم العثور على المتحكم الفعلي حاليا. عبست بشدة متذكرة شيئا. فجأة اسم الشركة هو إكس جي. رددت هذا الاسم مرارا وتكرارا وكأنني أدركت شيئا ما للتو. عيناي ترتجفان بخفة ويست لتتقلص حدقتاي. فجأة في تلك اللحظة قبضت أصابعي على القلم بشدة دون وعي مني، وتسرب الحبر عبر الوثائق. هل يعقل أنه هو؟ هل عاد حقا؟ لم أكن أعلم حينها أن مديري المالي السابق ويلسون جو كان يجلس في غرفة خاصة مقابل رجل غامض. فرك ويلسون جو يديه معا وعيناه تتهربان بخبث السيد غو. ماذا عن الشروط التي وعدتني بها؟ ليدفع الرجل شيكا نحوه قائلا: هذا هو العربون. بعد النجاح ستحصل على الباقي. حدق ويلسون جو بطمع شديد في الأرقام المكتوبة على الشيك، وبدأ يهز رأسه بالموافقة مرارا وتكرارا. اطمئن تماما. لقد كانت شارون تستعد مؤخرا لرهن براءات الاختراع الأساسية الخاصة بنا لضمان استقرار سعر السهم. إذا قمت ببعض التحركات الصغيرة لا قاطعه الرجل الغامض بنبرة هادئة: ولكن لا تقبل أي جدال، أريدك أن تقدم لها المساعدة. صدم ويلسون جو تماما. ماذا؟ ساعدها في استقرار سعر السهم. دعها تعتقد أن الأزمة قد انتهت تماما. أخذ الرجل رشفة من النبيذ الأحمر مع ومضة باردة في عينيه، ثم وجه الضربة القاضية عندما تكون في أقصى درجات الاسترخاء. في اليوم التالي نظرت إلى سعر سهمنا الذي تعافى فجأة. عقدت حاجبي عندما علمت أن المدير جو تواصل مع عدة مؤسسات لضخ رأس المال. قدم مساعدي تقريرا عن ويلسون جو. صمت للحظة قصيرة، ثم بدأت أضحك ببرود شديد فجأة. من أين حصل على تلك العلاقات أصلا؟ ليس واضحا. هكذا رد مساعدي. لكن الأموال متوفرة بالفعل. مما خفف ضغطنا مؤقتا. مشيت نحو النافذة بهدوء. كانت المدينة مضاءة بوضوح في الليل، لكنني شعرت دائما أن هناك خطأ كارثيا. اذهب للتحقيق فورا. استدرت في تلك اللحظة. لم يظهر أي أثر للارتياح على وجهي رغم تعافي الأسهم المفاجئ. اكتشف بسرعة المؤسسات التي تواصل معها. ويلسون جو كان الليل في الخارج عميقا جدا، يشبه تماما الهدوء الذي يسبق العاصفة. في مكان آخر أخذ الرجل الوثيقة التي سلمها له سونغ تينغ لين وألقى نظرة عليها وضحك بخفة. لقد بدأت شارون تشك بالفعل. رفع سونغ تينغ لين حاجبه متسائلا: هل حان وقت إغلاق الشبكة؟ انتظر قليلا. أغلق الرجل الغامض الوثيقة وتحول بصره نحو سماء الليل بالخارج. كان يريدني أن آتي لأتوسل إليه شخصيا، تماما كما توسل إلي ذات مرة لكي أتراجع. وكما اتضح كان حدسي صحيحا. وصدقوني، لا ترغبون في تجربة هذا الرعب. فبمجرد استقرار أسهمنا نسقت تلك المؤسسات معا وسحبت استثماراتها بالكامل.
انهار سعر سهم مجموعتنا بشكل كارثي تماما، حتى أنه وصل إلى أدنى مستوياته التاريخية. وقفت أمام النوافذ الممتدة من الأرض للسقف، وقبضت يداي تدريجيا بقوة. مساعدي الذي يقف خلفي لم يجرؤ حتى على التنفس. لم يعد بإمكاننا الوصول إلى ويلسون جو. بمجرد نطق هذه الكلمات خيم صمت مميت على المكتب. لم يستطع مساعدي المسكين مسح العرق المتصبب من جبهته بالسرعة الكافية. بالتفكير فيما اكتشفه للتو، شعر بوضوح أن مسيرته المهنية ستنتهي بمجرد أن يتحدث. هل اكتشفت لمن تنتمي تلك المؤسسات حقا؟ لقد حدث ما كنت أخشاه. أغمض مساعدي عينيه ووضع الملفات التي بيده ببطء شديد على مكتبي. بعد التحقيق الدقيق تبين أن تلك المؤسسات الممولة مدعومة من شركات مختلفة، لكن تلك الشركات جميعها تنتمي إلى XG. عند سماع هذا شعرت براحة غريبة وغير متوقعة. إذا لقد كان هو حقا من عاد للانتقام. بما أن هذا هو الواقع الآن، وقفت في الطابق السفلي من مبنى XJ. بدلت مجعدة قليلا وعيناي محتقنتان بالدماء. لقد كنت أنتظر هنا ل3 أيام كاملة، لكن موظفي الاستقبال رفضوني بأدب وبرود شديد. مع كل طلب موعد أوقف الأمن بيقظة كل محاولة قمت بها لاقتحام المكان، لكنني لم أعد قادرة على كبح نفسي أكثر. ابتعد عن طريقي. كان صوتي منخفضا بشكل مخيف، وقبل أن يتمكن حارس الأمن من الرد دفعته جانبا وسرت بخطوات سريعة نحو المصعد. اليوم كان علي رؤيته مهما كلف الأمر. دفعت باب مكتب الطابق العلوي بعنف شديد ليفتح أمامي. كان يجلس وظهره إلي بجوار تلك النوافذ الضخمة الممتدة من الأرض للسقف، والقلم الذي بيده يرسم خطا حادا وقويا عبر الوثيقة أمامه. السيدة شارون. لم يستدر حتى لينظر إلي. كان صوته هادئا جدا. اقتحام شركة شخص آخر هكذا؟ يمكنني ببساطة الاتصال بالشرطة. توقفت أنفاسي في حلق هذا الصوت. الصوت الذي سمعته مرات لا تحصى في أحلامي أصبح الآن قريبا جدا، ولكنه بارد كصوت شخص غريب تماما. ويست. هكذا خرج صوتي مبحوحا وأنا أتقدم نحوه. أعلم أنه أنت ليستدير أخيرا ويواجهني. انسكب ضوء الشمس من خلفه ليبرز ظله الطويل. لقد أصبح أكثر وسامة وجاذبية من قبل. ذلك الشخص الدافئ الذي كان يعانقني ويقول إنه يحبني يبدو أنه اختفى تماما. لا، هكذا صحح لي بينما كان يطرق بإصبعه بخفة على لوحة الاسم الموجودة على المكتب. أو يمكنك مناداتي بالسيد غو. كان صدري يعلو ويهبط بعنف شديد. أخبرته أنني حققت في مسألة جيك بدقة بالغة. تقدمت للأمام بخطوات سريعة مستندة بكلتا يدي على مكتبه. جيك هو من دبر كل تلك المشاهد المزيفة. لقد كان يكذب علي طوال الوقت. اعتقدت حقا أن أولئك البلطجية أرسلوا من قبلك لإيذائه، لكنه نظر إلي بهدوء تام دون أي ذرة مشاعر في عينيه الباردتين. انخفض صوتي تدريجيا. لو كنت أعلم أنه أنت كيف كان بإمكاني أن ليقاطعني قائلا أن ماذا؟ ثم ضحك فجأة بمرارة. كيف كان بإمكانك دفعي من المنصة؟ أو كيف كان بإمكانك كسر أضلاعي بذلك القضيب الحديدي القاسي؟ أو كيف كان بإمكانك سحق أصابعي بلا رحمة؟ التقط جهاز التحكم عن بعد وضغط عليه بخفة شديدة. نزلت شاشة العرض في المكتب ببطء، وفي تلك اللقطات المروعة انزلق كيس الخيش ليظهر وجهه الشاحب والملطخ بالدماء بينما كنت أنظر إليه ببرود قاتل. راقبت الشاشة بذهول جيك يقف خلفي مبتسما بانتصار بينما يهوي القضيب الحديدي ليرتجف جسد غو بعنف. أصوات ألم خافتة تتردد شحب وجهي فورا. سألني غو ببرود إن كنت بحاجة ليريني المزيد. رفع ذقنه بنبرة ساخرة خفيفة وأخبرني أن لديه لقطات أسوأ بكثير كالجزء الذي عانقت فيه جيك وجعلته يناديني بحبيبتي. عجزت عن نطق كلمة واحدة. أحدق في الجليد بعينيه، وفي الثانية التالية ارتطمت ركبتاي بالأرض بقسوة. قلت بصوت مرتجف إنني آسفة حقا. تشبثت أصابعي بيأس بساق بنطاله. أقسمت له أنني لم أكن أعلم. نظر إلي ببرود واعتبر الأمر مثيرا للسخرية. المديرة التنفيذية شارون المتعجرفة تركع أمامه الآن ككلبة ضالة. أغمضت عيني بشدة هربا من الواقع. بعد صمت طويل خانق رفعت بصري نحو غو. سألته بيأس عما يريده ليغفر لي هذه الخطيئة. أخرج وثيقة من الدرج ودفعها أمامي على المكتب. كانت اتفاقية استحواذ شاملة على أسهم مجموعة شارون. أمرني بالتوقيع بلامبلا تامة سيستحوذ على كل أسهمي بسعر السوق الحالي دون نقاش. حدقت فيه بذهول وصدمة. سألته بصدمة إن كان يريد مجموعتي نهضا ببطء، وخطوات حذائه تنقر على الرخام بصوت حاد، ثم انحنى ونقر بلطف على العقد.
أخبرني أن ما يريده حقا هو أن أسلمه المجموعة بيدي شخصيا، لم يحاول حتى إخفاء نواياه الحقيقية لتدميري، ليراني أراقب دمارها شيئا فشيئا بين يديه. هل تتخيلون الرعب؟ ارتجفت أطراف أصابعي وأنا أنظر لذلك العقد. أدركت تماما معنى ذلك الفخ تسليمها، يعني أن أساسات مجموعة شارون التي بنيت لسنوات ستتدمر بالكامل، وسأفقد للأبد أي فرصة ضئيلة في استعادته. راقب صراعي الداخلي بملل واضح، ثم أمهلني 3 أيام فقط لأتخذ قراري النهائي. استدار نحو النوافذ الزجاجية الضخمة، مولدا مسافة باردة وقاسية بيننا لا يمكن عبورها. حذرني ألا أنسى أنه لا يحق لي التفاوض أبدا في هذا الموقف. لاحقا في الطابق العلوي لغرفة اجتماعات مجموعتي، كانت أضواء المدينة الساطعة تملأ النوافذ الزجاجية بالكامل. جلس هو في مقعد الرئيس متفاخرا، تنقر أطراف أصابعه على الطاولة بخفة مستفزة، أمامه أكوام من اتفاقيات تقسيم الأصول تنتظر التوقيع، وعلى جانبي الطاولة الطويلة كان المدراء الذين انحنوا لي يوما بتملق شديد يطأطئون رؤوسهم أمامه الآن كخاسرين، بالكاد يتنفسون خوفا من إزعاج أفكاره. أمر ببيع قسم الطاقة الجديدة ودمج القطاع الطبي بالكامل في شركته. كان صوته هادئا كأنه يناقش الطقس. أمر بالاحتفاظ بما تبقى من الهيكل الفارغ، ليسأله المدير المالي بحذر شديد: سيد غو، ماذا عن علامة شارون التجارية؟ رفع بصره وانحنت شفتاه ببرود قاسي وهو يردد اسمي. نهض ببطء تام وخطواته ترن على الرخام كأجراس إنذار حادة تضرب قلوب الجميع بقسوة، وقلبي المكسور معهم. أعلن أنه من اليوم فصاعدا لا وجود لشارون. رفع يده ودفع الوثيقة الأخيرة نحوي، بينما بقيت جالسة بصمت تام. انزلقت الوثيقة أمامي مباشرة. كان الغلاف يقرأ بوضوح تام إشعار تعديل المنصب. سأحتفظ بلقب المديرة، لكن جردت من كل صلاحياتي الفعلية، وكان علي تقديم تقارير عمل يومية له شخصيا. حدقت في تلك الورقة الملعونة. ارتجفت أصابعي قليلا، لكنني لم أجرؤ على مد يدي لأخذها أبدا. نظر إلي وابتسم فجأة سائلا: إن كنت غير راضية صدقوني، ذلك الصمت في الغرفة كان أثقل شيء جربته. رفعت بصري ببطء، شعرت بعيني الحادتين تنطفئان بلا حياة، وكأن كل قطرة حيوية في جسدي قد استنزفت تماما. صمت لثوان معدودة وثقيلة، ثم مددت يدي بيأس لالتقاط القلم، ووقعت اسمي باستسلام قاطع على الوثيقة. لاحقا سلمت تقريري اليومي. وضعت السكرتيرة تقريرا على مكتبي بنبرة محترمة، ولكن بنظرة شفقة واضحة لا تخطئها العين. فتحته بخدر وانكسار تام. تقرير صيانة مجموعة شارون كان يفصل جدول التنظيف اليومي للأفتة الشركة السابقة، حالة ري النباتات، وعدد زوار الاستقبال 0. أغمضت عيني ووقعت اسمي بمرارة. كان هذا مطلبه المهين لكسر كبريائي. كان علي التوقيع شخصيا لتأكيد إدارتي الجادة لهذا الهيكل الفارغ يوميا. وفي مشهد آخر في مقهى خارجي، راقبته من بعيد يقطع شريحة اللحم بعناية، وسكينه يحتك بالطبق مصدرا أصواتا خافتة تستفز أعصابي. همست سونغ تينغلان بضحكة خفيفة أن طريقته في التقطيع ما زالت قاسية، ثم سحبت طبقه لتقطعه له بانسجام طبيعي وعفوي. قتلني من الداخل. شبهته بتشريح عدو. رفع هو حاجبه ورد ببرود وهدوء: ربما يكون الأمر كذلك بالفعل. أعادت الطبق، ولمست ظهر يده برقة وعفوية بالغة الاستفزاز، وسألته بابتسامة خبيثة عن طعم الانتقام وكيف يبدو. نظر نحو البحيرة حيث تناثرت الشمس كشظايا ذهبية على الماء، وأجابها ببرود أنه أفرغ بكثير مما كان يتخيل. راقبت سونغ تينغلان ملامحه الجانبية بهدوء شديد، ثم اقترحت فجأة أن يذهبا معا لمعرض فلكي هذه الليلة. سألته إن كان يود الذهاب. انحنت شفتاها بابتسامة، وذكرته بحبه الشديد لمراقبة النجوم في طفولته المبكرة. توقف عن الكلام. تذكرت كيف اعترف لها بذلك في ليلة ماضية، وحفظتها هي لاحقا تحت القبة السماوية المليئة بالنجوم. تبعتهما كالشبح. نظر هو للمجرة المحاكية تدور ببطء، بينما وقفت سونغ تينغلان خلفه تتأمل طيفه بحب واضح. رفعت رأسها لتشرح له بهمس عن نجم النسر الطائر، وكيف تقول الأسطورة الصينية القديمة إنه يلتقي بنجم النسر الواقع مرة بالعام. ضحك بمرارة قائلا: إنها مأساة حقيقية، لكنهما على الأقل يجتمعان تحطم قلبي كليا حينها. راقبتهم من الظلام. كان صوت سونغ تينغلان خافتا جدا. التفت ويست لينظر إليها بتركيز مفاجئ.
تحت الضوء الأزرق الساطع بدت رموشها طويلة ومضيئة وكأنها مغطاة بغبار النجوم. رأيت المسافة بينهما تتقلص لا إراديا وانهار عالمي تماما. خرج صوتي مبحوحا من الخلف وأنا أقف عند أسفل الدرج. التفت ويست أخيرا ليراني هناك. كان وجهي شاحبا وعيناي محتقنتين بالدماء حدقت بشدة في أيديهما المتشابكة، وكان صدري يعلو ويهبط بعنف. من هذه المرأة؟ صرخت بغضب في ممر القبة السماوية ذي الإضاءة البيضاء الباردة بينما استند هو إلى الجدار يعدل أكمامه ببرود تام. الآنسة شارون، هل أحتاج لتذكيرك؟ قالها بجليد. سلوكك الحالي يعتبر مطاردة وتحرشا صريحا. شديت قبضتي حتى طقطقت مفاصلي. بصوت مسموع سألته: من تكون سونغ تينغ لان هذه؟ فاكتفى بابتسامة مستفزة. شريكة عملي أو حبيبتي أو حتى زوجتي المستقبلية، يمكنك تفسير الأمر كما تشائين. تلك الكلمة وحدها زوجة. طعنت قلبي مثل سكين حاد. أمسكت بمعصمه فجأة وصرخت بأننا لم نتطلق بعد، لكنه نظر إلى يدي وانفجر في ضحكة ساخرة. طلاق يا شارون؟ لا تنسي أبدا أن وثيقة زواجنا كانت مجرد ورقة مزيفة بالأساس. سحب يده ببطء شديد ثم أخرج هاتفه ليعرض وثيقة صادمة أمام عيني مباشرة. شهادة بطلان تسجيل الزواج. هل أحتاج حقا لتذكيرك؟ اقترب مني كثيرا حتى لمسني. كان صوته يشبه فحيح أفعى. سامة تهمس مباشرة في أذني: زوجك القانوني الحقيقي يقبع في السجن في هذه اللحظة. تراجعت خطوة إلى الوراء مترنحة. شعرت وكأن كل قطرة قوة قد سحبت من جسدي بالكامل. خرجت سونغ تينغ لان من الظلام بخطوات واثقة ووضعت يدها في جيبها بينما تشابكت يدها الأخرى مع ذراعه بطبيعية تامة. الآنسة شارون تحدثت بنبرة هادئة: بدلا من الاستمرار في إزعاج حبيبي سأفكر في طلب أمر تقييدي. حدقت بذهول في يدها المستقرة على ذراعي. تذكرت فجأة كيف فعلت الشيء نفسه تماما قبل سنوات طويلة تحت شجرة الكرز في المدرسة، معلنة ملكيتي الخالصة له أمام الجميع بجرأة. ويست ملكي وحدي ولا يحق لأي شخص آخر أن يلمسه أبدا. الآن انقلبت الأدوار تماما وأصبحت أنا الفتاة المنبوذة التي تتلقى التحذيرات والإهانات. تذوقت أخيرا وبمرارة معنى أن يمزق قلبي إلى أشلاء تخيلتهما معا في السيارة العائدة إلى المدينة وهو يراقب ببرود مشاهد الشوارع وهي تتراجع بسرعة من النافذة. هل سألها فجأة إن كان قاسيا معي للتو؟ تصورت سونغ تينغ لان تمسك عجلة القيادة بيد واحدة بثقة بينما تضع يدها الأخرى بحنان فوق يده وتهمس له قائلة: إن ما فعله بي اليوم لا يعتبر حتى جزءا بسيطا من الفائدة. ربما نظر لأسفل نحو أيديهما المتشابكة بحنان ليدرك فجأة أن الرغبة في الانتقام مني لم يعد السبب الوحيد الذي يدفعه للاستمرار في الحياة. بينما ينفتح سقف السيارة ببطء شديد ليكشف لهما عن سماء ليلية مرصعة بالنجوم اللامعة، وصوت سونغ تينغ لان يمتزج بنسيم الليل العليل تطلب منه النظر إلى نجم فيغا. ربما نظر للأعلى لأول مرة وشعر أن السماء المرصعة بالنجوم لم تعد مكانا يبعث على الوحدة. بينما وقفت أنا وحيدة في الظلام غير بعيدة عنهم، أحدق بغضب قاتل وحقد في البقعة التي كانوا يقفون فيها للتو. ويست، أنت فقط تحاول إثارة غضبي بكل هذا، أليس كذلك؟ أنت أيضا لا تستطيع التخلي عني، لهذا السبب بحثت عن امرأة كهذه لتجبرني على الركوع والخضوع لك. أظلمت عيناي وأنا أتخذ قرارا حاسما في تلك اللحظة، ثم بدأ المطر الغزير يهطل دون توقف. لمعت الأرضية الخرسانية الباردة أمام مبنى مجموعة شارون تحت غسيل مياه الأمطار الغزيرة. ركعت هناك وسط ستارة المطر القاسية، وكانت بدلتي الرسمية قد تبللت بالكامل منذ فترة طويلة جدا. اتسق شعري الطويل بجبهتي بفوضوية تامة، وغاصت ركبتي عميقا في برك المياه الراكدة على الأرض. لكنني ورغم كل ذلك أبقيت رأسي مرفوعا بعناد شديد، وثبت نظراتي القاتلة مباشرة على النافذة المضاءة في الطابق العلوي. كنت أعرف جيدا أنه يقف هناك ويراقبني. ويست، صرخت بصوت مبحوح كاد الرعد أن يبتلعه تماما. أرجوك قابلني لمرة واحدة فقط. انفتح الباب الدوار للمبنى ببطء. خرج عدة حراس أمن يحملون مظلات سوداء بينما تنهد قائدهم بضيق. الآنسة شارون، السيد غو يقول: إذا واصلت التصرف هكذا فسنضطر لاتخاذ إجراءات صارمة لردعك. شديت زاوية فمي في ابتسامة ساخرة، ومياه المطر تتقاطر من ذقني. إذن فليأت هو بنفسه إلى هنا ليطردني بعيدا.
تبادل الحراس، النظرات فيما بينهم بعجز تام، ثم التقطوا جهاز الاتصال اللاسلكي لطلب تعليمات جديدة، وبدأ أن الصوت على الطرف الآخر قد نطق بأمره الحاسم. بدأ التردد واضحا على وجوه الحراس، وبعد أن نظروا لبعضهم البعض أحضروا دلو كبيرا. في الثانية التالية مباشرة انسكب ماء شديد البرودة ممزوج بمكعبات الثلج من الأعلى ليغرق رأسي وجسدي بعنف. اخترق البرد القارس الذي يجمد العظام ملابسي المبللة على الفور، فقدت شفتاي كل لونهما الطبيعي، وبدأ جسدي بأكمله يرتجف بلا سيطرة وأنا أحدق في نافذة الطابق العلوي. تخيلته يراقب المشهد ببرود تام، وأنامل يده تنقر بخفة على سماعة البلوتوث. شارون، هل تعتقدين أن مسرحية الشفقة هذه تنطلي علي؟ خرج صوته من جهاز الحارس واضحا وقاسيا كالموت. عندما حطمت عظامي في الماضي لم أحصل حتى على فرصة للركوع والتوسل إليك. كانت كلماته طعنة قاتلة. في صباح اليوم التالي عندما استيقظت داخل جناح الفندق اكتشفت فجأة وبصدمة أنه تم إيقاف جميع بطاقاتي الائتمانية، وكان هاتفي يهتز بجنون لا يتوقف. امتلأت الشاشة بمكالمات فائتة من مدير البنك، اتصلت به مسرعة، وكان نبرة صوته على الطرف الآخر خطيرة للغاية. الآنسة شارون، تم تجميد حساباتك الشخصية بواسطة نظام التسوية عبر الحدود، بما في ذلك الصناديق الاستئمانية الخارجية. تحولت أصابعي التي تقبض على الهاتف للون الأبيض، كان يدفعني نحو طريق مسدود ويجردني من أصول مجموعة شارون بالكامل. تم تجميد حساباتي بالكامل، لم يعد بإمكاني حتى تحمل تكلفة غرفة فندق رخيصة. ضحكت فجأة ضحكة خشنة كاحتكاك ورق الصنفرة بالمعدن. لم يترك لي أي مخرج على الإطلاق، لكن صدقوني كابوسي الحقيقي كان بالكاد قد بدأ. في الاجتماع العام للشركة جلس ويست في مقعد رئيس مجلس الإدارة ينقر بأصابعه على الطاولة. أعلن أن لدينا اليوم فقرة خاصة. ابتسم ببطء وهو يمسح الحاضرين بنظراته، ثم طلب من الجميع الترحيب بي لقراءة مقال عمل بصوت عال. وقفت في الزاوية ووجهي شاحب تماما. كنت أقبض بيدي على تلك الأوراق المصفرة القديمة. لم تكن مقالات، بل رسائل حب كتبتها له عندما كنت في 18. كل صفحة كانت مشبعة بأصدق عهود الشباب. اقرئي، هكذا حثني بهدوء، ودعا الجميع للتعلم من أسلوبي في الكتابة. خيم صمت مميت على القاعة بأكملها. ارتجفت أطراف أصابعي، لكنني فتحت الصفحة الأولى مجبرة. ويست، رأيتك ترتدي قميصا أبيض اليوم. كان قلبي ينبض بسرعة، ظننت أنني سأموت. خرج صوتي جافة، وبحلول الصفحة الثالثة كان حلقي يتقلص بعنف. عندما أبلغ 22، لنتزوج حسنا، سأحبك طوال حياتي. أنت فقط. لم أعد أتعرف حتى على نبرة صوتي. مع ذلك قرأت جميع الصفحات 20 كلمة بكلمة، وعندما وصلت إلى الجملة الأخيرة كان المكان هادئا لدرجة مرعبة. لاحظت أن عيون العديد من الموظفات قد احمرت بالدموع بصمت، لكن ويست حافظ على ابتسامته. بل وصفقة في النهاية أداء رائع، هكذا علق. من المؤسف أن كل ذلك كان مجرد أكاذيب. رفعت رأسي نحوه وشعرت بشيء ما بداخلي يتحطم تماما. أصبحت هذه الحادثة حديث الجميع في الشركة. لاحقا وقفت خارج مكتبه، وسمعت سونغ تينغلان تقتحم الغرفة وتصفع كومة من المستندات بقوة على مكتبه. تناثرت الأوراق من الباب الموارب كاشفة عن سجلاتي الطبية. شارون، اكتئاب حاد مع أعراض نزيف في المعدة. انظر إلى هذا. كان صوت تينغلان باردا كالجليد. إذا استمر هذا الوضع فسوف تموت حقا. رمقها ويست بنظرة سريعة، وتشنجت أصابعه قليلا قبل أن يستعيد هدوءه بسرعة. التقط قهوته وأخذ رشفة. حدقت به تينغلان طويلا، ثم ضحكت فجأة، لكن الابتسامة لم تصل لعينيها أبدا. متى أصبحت هكذا يا ويست؟ اقتربت أكثر وبدأت تنقر بأصابعها النحيلة على سجلاتي الطبية، مصدرة أصواتا مكتومة. ألم يكفك جعلها تفقد كل شيء؟ ألا يكفي أن تجعلها تقدم لك التقارير ككلب مطيع كل يوم؟ لن ترضى الآن حتى تراها في العناية المركزة. ارتجفت رموشه قليلا وهو يمسك كوبه الدافئ. أنا لم أجبرها، هكذا أجاب. رفع نظره بعينين باردتين كالثلج. هذا هو بالضبط ما تستحقه. انحنت تينغلان فجأة وحاصرته بين ذراعي كرسية في تلك المساحة الضيقة. إذن لماذا لا تجرؤ على النظر إلي؟ شعرت بأنفاسه تحتبس. انخفض صوت تينغلان حاملا مشاعر معقدة يصعب تحديدها. ويست، ألم تتجاوز أمرها على الإطلاق؟ غرق المكتب في صمت مميت. كانت قطرات المطر تضرب الزجاج وكأنها عد تنازلي لانهياري. وضع كوب القهوة من يده ببطء، واصطدم القاع بسطح الطاولة مصدرا صوتا خافتا.
لقد فعلت. نطق بها أخيرا بصوت خافت للغاية، وكأنه استنزف كل قوته ليتمكن من إخراج تلك الكلمتين فقط. لم تتحرك تينغلين من وضعيتها الضاغطة، ونظراتها تخترق وجهه كسكين حاد. إذن لماذا لا تجرؤ على الاعتراف بأنك تمديت كثيرا؟ وقف فجأة مقتربا منها بشدة حتى كاد يلامس وجهها. سونغ تينغلين، أنت تعرفين جيدا ما مررت به. أنت تعرفين ما فعلته هي بي. قاطعته تينغلين بنبرة هادئة. أنا أعرف، ولكن كيف حالك أنت الآن؟ هل أنت مختلف عن شارون في ذلك الوقت؟ مختلف؟ هذه الجملة ضربته كصفعة قوية على وجهه. ترنح ويست خطوة للوراء وصدره يعلو ويهبط بعنف. أجل، متى أصبح بهذا السوء من أجل الانتقام فقط؟ كان بإمكانه مشاهدتي أذبل ببرود يوما بعد يوم، يحسب كل ذرة من ألمي بدقة، بل ويستمتع بانهياري التام. أليس هذا بالضبط ما فعلته به أنا في الماضي؟ اختنق صوته. تنهدت تينغلين ومدت يدها لتمسح على خده. الكراهية التي تحترق طويلا ستحولك أنت أيضا إلى رماد. أغمض عينيه لتنزلق دمعة صامتة، ثم دوي عنيف. فتح باب المكتب بعنف ليدخل السكرتير مذعورا. السيد غو، لقد تحالف مدير شارون التنفيذيون السابقون مع 3 صناديق استثمار. إنهم يستحوذون بخبث على أسهم شركتنا المتداولة. تجمدت في مكان فريقي السابق يهاجمه. متى حدث هذا؟ سأل ويست. والآن ركزوا جيدا. قبل نصف ساعة فقط استحوذوا بالفعل على 12%، ولا زالوا يشترون المزيد. سلم السكرتير جهازا لوحيا. رأيت الشاشة من مكاني. كان قائدهم هو المدير المالي السابق لمجموعة شارون. ابتسم ببرود وهو يصرح بأن أساليب استحواذ شركة إكس جي كانت مثيرة للجدل، وأنهم مجرد يصححون الأمور. نستعيد ما يخصنا. ضغط ويست على قبضتيه بشدة. ويلسون جو، ذلك المدير المالي الذي اشتراه ويلت لخياني، ادعى لاجتماع فوري لوضع تدابير مضادة. أمر ويست بصوت قاطع وحازم. واكتشف من أين يأتي تمويلهم. لا داعي. قاطعته تينغلين فجأة. من المحتمل أن ولاء ويلسون كان مزيفا منذ البداية. استدار ويست بصدمة. ماذا تقصدين؟ أومأت تينغلين بتعبير معقد. وأدركت أنا أخيرا هناك يد خفية تتلاعب بنا جميعا. ظننت أن ويلسون كان أداة بيدي، لكنه لا يتبع أحدا. كان يلعب لمصلحته الخاصة، يسحب الخيوط بالخفاء. يقولون أن عقله كان يتسارع. لو كان الأمر كذلك فانهيار عالمي كان أسهل بكثير مما تخيلت. التقط معطفه بسرعة. قاد سيارته نحو شركتي. سألته سونغ تينغلين بعبوس عن خطته. لم يلتفت، بل أجاب ببرود. سأعثر على شارون. عندما دفع باب مكتبي كنت أقف بجوار النوافذ الزجاجية الطويلة. كان ظلي هزيلا، مجرد شبح لامرأة كانت تملك كل شيء. عند سماع خطوته استدرت ببطء، ومضت دهشة سريعة في عيني، لكنني أجبرت نفسي على العودة إلى ذلك الجمود المميت فورا. ناديت باسمه. السيد غو. يأتي شخصيا لتفقد حطامي. سار مباشرة ليقف أمامي، ودفع جهازه اللوحي بقوة نحو وجهي. طالبني بتفسير. نظرت إلى الشاشة. بينما انعقد حاجبي بصدق أقسمت له أنني لا أعرف شيئا عن هذا الفخ. اتهمني بأن ويلسون جو هو رجلي. رفعت عيني المظلمتين ونظرت إليه مباشرة. أخبرته أنه كان كذلك تماما كما كنت أنا لك. رأيت أنفاسه تتعثر. تواجهنا في صمت ثقيل للحظة مرعبة، ثم سحب فجأة نفسا عميقا يحاول السيطرة على مشاعره. طلب مني العمل معه جنبا إلى جنب لحل هذه الفوضى. حدقت به متسائلة عن السبب الحقيقي في الخارج. اشتد المطر بشدة، وانزلقت القطرات على الزجاج البارد تماما كدموعي المحتبسة. سألته بصوت خافت جدا. صمت هو للحظة، ثم أعطاني إجابة. حطمت كل توقعاتي وصدمت حتى نفسه. ادعى أنني وحدي من يفهم طريقة عمل الحرس القديم لشركتي، لكنني كنت أعلم جيدا أن تلك لم تكن الحقيقة الكاملة. فنصف الإدارة العليا والمتوسطة السابقة في مجموعتي كانوا بالفعل يرقصون على خيوطه وتحت إمرته، لكنه لم يكن ليعترف أبدا أن رؤية ملفي الطبي قد أحدثت شرخا صغيرا في قلبه البارد. نظرت إليه طويلا وفي صمت، ثم ابتسمت فجأة بابتسامة منهكة لكنها مرتاحة تماما. استدرت ببطء شديد. أخرجت وثيقة من الدرج وسلمتها بيدي إليه كعلامة استسلام. كانت هذه شبكة العلاقات ونقاط الضعف التي جمعتها ضد حرسي القديم سلاح مثالي يكفيه لسحقهم جميعا بلا رحمة. فتح الوثيقة لتتقلص حدقتاه بوضوح. كانت المعلومات مفصلة بشكل مرعب، ومن الواضح أنني لم أقم بإعدادها في الأيام الأخيرة. أدرك أنني توقعت هذا اليوم منذ زمن طويل لم أجبه، بل مشيت بهدوء نحو الرف وسحبت سترتي الرسمية. طلبت منه الذهاب.
بينما لا زلت أتذكر كيف أكون نفسي استقام ظهري وكأنني استعدت فجأة كل حدتي وقوتي القديمة. كنت أعلم أن هذا قد يكون آخر شيء أفعله من أجله على الإطلاق. في غرفة اجتماعات مجموعتي، وهنا بدأ الانهيار الحقيقي. دفع الوثيقة لنهاية الطاولة، تم إيداع مكافآت الجميع بالفعل. نظر إلى المحاربين القدامى الذين قادتهم يوما كان صوته هادئا وقاطعا من اليوم: لا علاقة لشركتي بأي منكم. تحدث مديري المالي بصوت مرتجف، ذكره بأننا خدمنا عائلة شارون بإخلاص ل30 عاما طويلة. نقر على الطاولة بخفة. لهذا السبب بالذات يمكنهم أخذ تعويض مضاعف والمغادرة بكرامة بدلا من عد الأيام في السجن مثل جيك. غرقت غرفة الاجتماعات بأكملها في صمت فوري ومميت. في الزاوية أبقيت رأسي منخفضا تماما. كانت سترتي المجعدة لا تزال تحمل رائحة الرطوبة من تلك الليلة الممطرة. بقيت صامتة طوال الوقت كصدفة انتزعت روحها. وبعد تفرق الحشد ظللت جالسة في مكاني دون أن أتحرك إنشا واحدا. سألني إن كان هناك شيء آخر وأغلق الملف. فجأة مددت يدي وضغطت على الوثيقة بقوة حتى أبيضت مفاصلي. توسلته لمعرفة إن كان هناك أي أمل لنا. سقطت نظرته على يدي حيث استقر جرح حديث من مرآة حطمتها البارحة. تذكرت سنوات مضت عندما تسلقت الجدار لأجلب له الفراولة في صغرنا. جرحت يدي بالأسلاك الشائكة، لكنني ابتسمت وأخبرته بصدق أنني لا أتألم. سألني ببرود إن كنت أعرف بماذا فكر عندما احتجز في كيس الخيش ذاك. همس بصوت خافت لو أنني نظرت إليه مرة واحدة فقط، لكنني لم أفعل. ثم سحب الوثيقة من تحت يدي بقسوة. لذا كانت إجابته الرفض القاطع. لا أثر لأي فرصة. ترددت كلمات سونغ تينغلاند القاسية في أذني فجأة. لقد كانت محقة. أفضل نهاية للانتقام هي النسيان التام. أدار ظهره لي وابتعد خطوات نحو تلك النوافذ الزجاجية الطويلة. اخترق ضوء الشمس الغيوم ليغلف ظله بطبقة ذهبية، تاركا إياي في العتمة بعد أيام. أرسلت له فيديو من رقم مجهول. في المقطع كنت أركع على درجات حجرية قاسية وأضغط بجبهتي بقوة على ألواح الحجر الأزرق الباردة. 3 خطوات وسجدة واحدة. كان دمي يرسم مسارا أحمر داكنا للأعلى، وركبتاي قد تمزقتا تماما وباتتا تنزفان بشدة. كان هذا نفس المعبد الذي صلى فيه يوما من أجل صحتي. وفي الخلفية تردد صوت مساعدتي. أبلغته بهدوء أنني ركعت ل3 أيام متواصلة، لكنه أمرها بمسح المقطع فورا وأغلق الفيديو رافضا سماع أي أخبار عني بعد الآن. لم أره حين سار نحو خزنته ليخرج منها اتفاقية نقل الأسهم النهائية. بعد التوقيع توقف للحظة وسحب ورقة ملاحظات حامي قلمه طويلا قبل أن يكتب 3 كلمات قاطعة فقط: نحن الآن متعادلان. عندما وصلتني وثيقته كنت أستلقي في غرفة التأمل بالمعبد، أهذي بحمى شديدة جدا وأشعر بدوار وضياع كامل. تناهد رئيس الدير وهو يحضر الشاي الساخن محذرا من هوس تدمير الذات. فتحت الوثيقة بيدين ترتجفان لتنزلق منها اتفاقية الأسهم. رفعت الرياح المتسربة من النافذة تلك الملاحظة الصغيرة لتستقر فوق صدري، وكأنها طعنة أخيرة تخترق قلبي المحطم. في غيبوبتي تذكرت عندما كنا في 20 انتظرته وسط الثلوج من أجل موعدنا، وكان أنفي شديد الاحمرار من البرد. ابتسم لي بثقة. أخبرني أنه انتظرني طويلا جدا والآن نفد صبره تماما في الخارج. كان ثلج بكين الأول يتساقط بهدوء شديد. راقبت سيارة سونغ تينغلان تتوقف في الضواحي أمام مبنى أبيض ناصع. فتحت له باب السيارة باهتمام شديد، أصابعها تداعب كفه بخفة. رأيتها تهمس بتذمر، واضح عن مدى صعوبة إيجاد أي وقت للقائه مؤخرا بسبب انشغاله الدائم والمستمر بعمله. رفع حاجبه باستغراب. هل كانت الدكتورة سونغ تتذمر حقا؟ اقتربت منه وعضت شحمة أذنه متهمة إياه بإهمالها ل3 أيام و7 ساعات كاملة. مشهد أثار غثياني. داخل ذلك المبنى المضى بشدة، وفي نهاية الممر الطويل وقفت لوحة كريستالية مغطاة بقطعة حرير حمراء. غطت سونغ تينغلان عينيه من الخلف وبدأت العد التنازلي. علمت حينها أن انزلاق ذلك القماش سيعني خسارتي له للأبد. سقط الحرير الأحمر أرضا ببطء لتظهر لوحة كبيرة منقوشة باسم مركز ويس لأبحاث طب الصدمات. كانت تلمع تحت الأضواء كل الأرباح، ستخصص بالكامل لأبحاث متلازمة ما بعد الصدمة. همست له بشيء عن علاج إصابات ركبتيه القديمة بينما اكتفى هو بالتحديق في اللوحة بصمت. ضاق حلقة. ندوب ركوعه ودعاءه للحصول على المسبحة من أجلي. هي تذكرت كل شيء، ولا أعلم إن كانت مجرد صدفة.
لكن نوافذ استراحة المركز كانت تطل مباشرة على مبنى شركتي القديم. أدركت رسالته المبطنة فوراً. كنت أراقبه من بعيد، فوجهت شعاع ليزر سريعاً من الشارع المقابل لغرفته، وبدأت عبارة زرقاء مشعة تومض باستمرار على جداره الأبيض الناصع، لعلها تجذب انتباهه بالكامل. ويس. الطائرة الورقية عالقة في الشجرة. رأيت جسده بأكمله يتجمد في مكانه عند قراءتها. كانت تلك شفرتنا السرية القديمة منذ أن كنا في 16 يوم. كسرت ذراعي محاولة إحضار طائرته الورقية، وابتسمت أطلب منه ألا يبكي أبدا. أخبرته حينها أنني لا أتألم، والآن أقف وحيدة على سطح المبنى المقابل، أستند إلى الحاجز وأواصل تحريك مؤشر الليزر بيدي رغم مسافة 100 متر. كان عليه أن يتعرف علي. ارتديت سترة زينا المدرسي القديم، وأنا أتشبث به كشبح عنيد يرفض الرحيل. واصلت تحريك بقعة الضوء أترجاه بصمت أن هذه المرة سأمسك بك. راقب الضوء ل3 ثوان فقط، ثم نهض فجأة وأغلق الستائر بإحكام شديد. بمجرد أن ساد الظلام غرفته، أدركت فورا أنه يتصل الآن بسونغ تينغلان. لم أسمعه، لكنني عرفت ما يفعله. كان يطلب منها المجيء فورا وإحضار الخاتم الذي تخفيه. الخاتم المخبأ في الدرج الثاني لغرفة تبديل الملابس. لابد أنها صدمت تماما حين سألته متى اكتشف أمر ذلك الخاتم. اكتفى هو بالتحديق في خيط ضوء الليزر الخافت المتسرب من شق الستارة، وابتسامة ساخرة خفيفة ترتسم على شفتيه. كان يعلم بخطتها السرية بالفعل، وكيف لطخت يده بغبار الطباشير عندما حاولت قياس حجم إصبعه خلسة. واصلت محاولاتي اليائسة. الليزر يحاول اختراق ستائره بقوة، ملقيا نقاطا ضوئية باهتة ومثيرة للشفقة على أرضيته، لكنه رفع قدمه ببساطة وداس على بقعة ضوء تلك وكأنني لا شيء. سمعت دوي خطواتها المذعورة تقترب حين ناداها فجأة باسمها الكامل. كان يجبرها على الدخول فورا ليطلب منها أن تتقدم لخطبته. دفع الباب بقوة شديدة، وظهرت تلهث ممسكة بعلبة خاتم مخملية، وعيناها تلمعان بسعادة غامرة، ومض شعاع الليزر الخاص بي على قدميه بيأس شديد قبل أن ينطفئ أخيرا وللأبد. ثم جاء حفل زفافهما، كان تماما كما تمناه، دائما هادئا وبلا مراسم معقدة. راقبته من بعيد يمسك يدها، ويتبادلان الخواتم في مرصد جبل تابيس. وتحت المنصة لم يتواجد سوى بضعة أصدقاء مقربين. تداخل صوت قرع كؤوس الشمبانيا مع هواء الجبل البارد. بالنسبة لي كان ذلك الصوت يشبه تماما تحطم نجومي. ربما ظنت أنه يتمنى زفافا أضخم، لكنه اكتفى بخفض رأسه لتقبيل أطراف أصابعها بينما تأملت هي درب التبانة. بعد كل تلك الأضواء كان يبحثان عن الهدوء فقط. بعدها بدأ المساعدون في إحضار جبال من الهدايا المتراكمة. من بينها برزت هديتي، صندوق من خشب الأبنوس. فتحه ببطء ثم أغلقه بسرعة. أراهن أن سونغ تينغلان شعرت بارتجاف أصابعه في تلك اللحظة. في الداخل استقرت المسبحة التي أهديتها بحماقة لجيك يوما ما، ترقد بهدوء على بطانة حريرية. حبات خشب الصندل تلمع بضوء دافئ، مصقولة تماما من كثرة الاستخدام، وبطاقتي المرفقة تحمل رسالة من بضع كلمات فقط: هذه المرة دعني أصلي من أجل سلامك. لكن سونغ تينغلان اختطفت الصندوق ببساطة ورمته لأحد المساعدين طالبة منه التبرع به للمعبد. لا، بل ضحك هو ولف مسبحتي حول باقة الزهور ببرود، معتبرا إياها مجرد قصة تحذيرية لا أكثر. في هذه الأثناء وداخل مستشفى أمراض نفسية شديد الحراسة، كان جيك يتابع أخبار زفافهما، يخمش الشاشة بأصابعه النحيلة حتى تكسرت أظافره ونزفت. كان يصرخ بهستيريا أنه زوج ويس الفعلي. حطم الزجاج وهو يهذي بأنه أصغر وأكثر وسامة منها بكثير. راقبه الحراس ببرود مرعب، تاركين إياه ينهار من التعب وسط بركة من دمائه. ثم سحبوه إلى سريره ككلب ميت، لتكتب الممرضة في سجلها أن المريض صفر 487 أصيب بنوبة أخرى. 7 حوادث إيذاء للنفس هذا اليوم فقط. وفجأة صرخ جيك مجددا بقوة محطما المرآة التي كانت موضوعة أمامه، يصرخ برعب عمن أرسل هذا، وهو يحدق في صدمة تامة نحو وجهه المشوه. ذلك الوجه الذي كان يشبه وجه ويس بنسبة 70% بات الآن مغطى بندوب بشعة ومخيفة، وعينه اليمنى لم تعد قادرة على الإغلاق بالكامل حتى تبرع مجهول. هكذا قال الحارس، بينما واصل جيك تمزيق وجهه بهستيريا والدموع تمتزج بدمائه لتتحول حياتنا إلى رماد. أدرك جيك هذه المرآة،
الإطار كان محفورا بكلمات صغيرة: انظر إلى نفسك الآن، من تشبه بحق السماء. حطم جيك المرآة بجنون على الحائط، وتناثرت الشظايا في كل زاوية. خارج النافذة طار غراب عبر القضبان، كانت صرخاته القاسية تبدو وكأنها سخرية لا ترحم. في مستشفى مؤقت وسط الصحراء الأفريقية، ركعت على الأرض بضعف لأضمد جرح طفل صغير. أحرقت الشمس الحارقة رقبتي حتى تقشرت تماما، واختفت بدلاتي باهظة الثمن لتستبدل بقميص كتاني مجعد. حينما قدم لي الصبي الصغير خجلا قطعة حلوى متسخة، تذكرته بوضوح مشوش حين كان في 18 وهو يدس دائما حلوى الفراولة داخل كتبي المدرسية. اهتز هاتفي في جيبي، وهنا أدركت حجم الكارثة. إشعار إخباري يؤكد أن شركة XG تطرح للاكتتاب العام اليوم بقيمة تتجاوز 100 مليار. بمجرد أن أضاءت الشاشة، تفاجأت الممرضة المجاورة لي برؤية خلفية هاتف هذه الطبيبة الصينية الصامتة دائما. لقد كانت ببساطة صورة لذلك الفتى بزي المدرسة. في تلك الصورة القديمة كان يرتدي زيه المدرسي الأنيق، يقف تحت أزهار الكرز ويلتفت مبتسما مع رنين الجرس. وفي الوقت نفسه كانت سونغ تينغلين تشعل الألعاب النارية فوق سطح في نيويورك احتفالا بنجاحه. أستطيع تخيل المشهد، إنها تعانقه من الخلف وتريح ذقنها بنعومة على كتفه. هل يقارن هذا أبدا بوقت استئجاري لمدينة الملاهي بأكملها؟ رأيته عبر الشاشة يلتفت ليساند سونغ تينغلين بحنان ويخبرها بكل برود أنني لا أساوي شيئا وأنها أفضل مني ب10 مرات. انفجرت الألعاب النارية الفاخرة فوق رؤوسهم لتضيء أضواء وول ستريت التي لا تنطفئ أبدا، تلك الأضواء التي تجسد الرغبة